بُص، أنا أخصائية تغذية إمم. وeating disorder specialist. أنا أمّا كنت أنا يعني I struggled personally. أنا كان يعني شخصيًا عندي اضطراب أكل لمدة 15 سنة وما كانش حد فاهم إيه ده. فأنا جزء من الشغل بتاعي إن أنا الناس تبقى واعية يعني إيه اضطرابات أكل، يعني إيه يعني عشان اضطرابات أكل دي mental conditions يعني اضطرابات نفسية جسدية طبعًا، مش بس ليها علاقة بالأكل. هي المشكلة هنا إن أنت أمّا بتعمل diet جسمك بيدخل في وضع مجاعة وبيبقى في عدد كده من التغييرات الجسدية والفسيولوجية والسيكولوجية اللي بتحصل للبني آدم أول ما بيقرر إن هو يعمل دايت. دي ممكن نبدأ نقولها. ف... فأول ما الحاجات دي بتحصل الجسم بيبانك كأنه بالظبط في مجاعة. كأن أنا بقول لك دلوقتي بص أنت دي آخر وجبة هتاكلها، أنت من بكرة مفيش أكل، مفيش أكلة، مش هتلاقي أكل. إيه اللي هيحصل؟ أولا هتبانك، ثانيا هتبدا تاكل اي حاجه في البيت. عارف الناس في رمضان لما يقولوا لهم انتوا هتصوموا وبعد كده بيفضلوا ياكلوا ويشربوا لمجرد لفكره ان انا من بكره هتحرم. وده بيحصل للناس مثلا بتبقى عامله حسابها ان انا هعمل دايت من بكره، فبيحصل لهم حاجه بنسميها لاست سابر سيندروم، اللي هو انا هخلص كل حاجه عشان من بكره هتحرم. ازيك يا سهيلة؟ ازيك يا جو؟ عاملة ايه؟ كويس ايه الحمد لله. الأخبار؟ كويس. كله تمام؟ يس. أول عايز أشكرك إن انتي جيتي وإن انتي مشرفاني النهاردة. الكونتنت بتاعك بالنسبة لي شيق وجديد عليا بصراحة. يعني أنا بحب النيوتريشن وبحب أقرأ عن الحاجات دي، بس انتي ظهرتيلي في الانستجرام والموضوع بتاعك كان جديد عليا، فحابب اتكلم معاكي واعرف معلومات اكتر. يعني هندردش. حلو قوي. يلا بينا. يلا بينا. آه انتي اخصائية تغذية، مهم. تمام؟ قولي لي كده بس الموضوع الاول، انتي ابتديتي بيه ازاي؟ بص، انا اخصائيه تغذيه امم. و eating disorder specialist، اضطرابات اكل. وحلو قوي اللي انت ما تعرفش ده معناه ايه، جديد لان عليا. لان ده شويه التارجت بتاعي اللي انا عايزه الناس مم. كلها تعرف يعني ايه ده. لان اوكي. انا لما كنت انا يعني I struggled personally. انا كان يعني شخصيا عندي اضطراب اكل لمده 15 سنه وما كانش حد فاهم ايه ده. فانا جزء من الشغل بتاعي ان انا الناس تبقى واعيه يعني ايه اضطرابات اكل، يعني ايه يعني عشان اضطرابات اكل دي mental conditions يعني اضطرابات نفسيه جسديه طبعا، مش بس ليها علاقه بالاكل. ف... فانا بشتغل اخصائيه تغذيه و eating disorder specialist، اخصائيه برضو اضطرابات اكل من الجزء بتاع التغذيه، لان اضطرابات الاكل بيتعامل مع حد اخصائي نفسي therapist and مهم. nutritionist. فانا الابروتش اللي انا بستخدمه مش عارفة أكمل ولا هتسألني حاجات تانية؟ لا لا، كمل. شوية الابروتش اللي أنا بستخدمه هو إن البني آدم جسمه عارف هو بيعمل إيه، وثرو دايتس مختلفة يعني ايه جسمه عارف هو بيعمل ايه؟ يعني أنت بتاكل أما بتجوع. احنا عندنا ميكانيزم، احنا أما بنجوع بناكل وبنشبع بنوقف أكل. وجسمنا بيبقى عارف هو محتاج ايه بالظبط. يعني هتلاقي مثلا احنا في الصيف بنحتاج حاجات فيها ميه اكتر فبناكل فاكهه، عشان كده الطبيعه حوالينا كمان موجوده عشان تسيرف اس. فاحنا عندنا كل مهم. الفواكه بتاعه الصيف دي مش موجوده في بتتغير الشتاء. قصدك يعني؟ بالظبط. مهم. عندك مثلا في الشتاء البروكلي والقرنبيط اللي بتسخنوا ويدونا طاقه مش موجودين في الصيف عشان احنا مش محتاجينهم. مهم. فاحنا جسمنا والطبيعه اللي حوالينا اوريدي يعني بتخلينا نتصرف طبعا لاحتياجات جسمنا. فانت مثلا لو حد بياكل سكر، بتاكل لوح شوكولاته مش هتخلصه كله استحاله. غير لو حد عنده مشكله مع الاكل. المشكله بقى دي بتطلع منين؟ بتطلع من ان احنا الناس بدات تعمل دايتس. الاول الفود اندستري. بدأت تعمل دايت. يس، الاول اوكي. طلعت الفاست فود اندستري فبدا يحصل بقى الناس بدات تبعد عن الاكل الطبيعي، بدات تاكل بقى حاجات فرايد والترا بروسيسد مهم. فود ومش عارفه ايه. وبعد كده بداوا يتخنوا، يعني الوزن بدا يزيد. ايوه. والناس بدأت تفقد يعني ايه اصلا اشبع، لان الحاجات دي كلها فيها مكسبات طعم وحاجات بتخليك بتعلي الدوبامين وبتخليك كده منتشي وعايزه اكتر عايزه اكتر. فالناس ما عادتش بتشبع لان هي عايزه اكتر، لان دي حاجه مش طبيعيه. الدوبامين بيعلى، اللي هو الهرمون المسؤول عن السعاده والنشوه في مخنا، بقى بيعلى قوي. فالناس بقت تبقى عايزه اكتر، فالوزن بدأ يزيد، فالناس بدأت تعمل دايت. فما الناس بدأت تعمل دايت بدأت تروح لدكتور يديها ورقه يقول لها كلي وما تاكليش.
ووقفي اكل بعد الساعه كذا، وهل المفروض تشبعي بعد الساعه كذا. فبدات الناس تبقى منفصله عن اجسامها. انا مش عارفه انا بشبع بعد قد ايه. دكتور الدايت قال لي بعد 1200 سعر حراري بس. فانا بدل ما جسمي بيقول لي اشبعي خلاص، بدأ إن الشبع والجوع يبقى وفقًا لقواعد خارجية، امم. كل حاجة بقى. والناس بدأت تبقى علاقتها معقدة أوي مع الأكل، فهتلاقي يعني أكيد أنت بتسمع ده، وأكيد أصحابك عندك أصحاب بيعملوا diets بقى لهم 10 سنين، وبيخسوا وبيتخنوا، بيخسوا وبيتخنوا، وفي الcycle دي. ناس كتير أوي بتعمل كده، وما فيش حد فكر إن في مشكلة actually مش في نوع الدايت، بس في الفكرة نفسها اللي أنا أعمل دايت. هي المشكلة هنا، إن أنت أمّا بتعمل دايت جسمك بيدخل في وضع مجاعة، وبيبقى في عدد كده من التغييرات الجسدية والفسيولوجية والسيكولوجية اللي بتحصل للبني آدم أول ما بيقرر اللي هو يعمل دايت. دي ممكن يعني ممكن نبدأ نقولها. ف... فأول ما الحاجات دي بتحصل الجسم بيبانك، كأنه بالظبط في مجاعة. كأن أنا بقول لك دلوقتي بص أنت دي آخر وجبة هتاكلها، أنت من بكرة مفيش أكل، مفيش أكلة، مش هتلاقي أكل. إيه اللي هيحصل؟ أولا هتبانك، ثانيا هتبدأ تاكل أي حاجة في البيت. عارف الناس في رمضان لما يقولوا لهم انتوا هتصوموا وبعد كده بياكلوا بيفضلوا ياكلوا 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 ويشربوا، لمجرد لفكرة اللي أنا من بكرة هتحرم. وده بيحصل للناس مثلا بتبقى عاملة حسابها اللي أنا هعمل دايت من بكرة، فبيحصل لهم حاجة بنسميها last supper syndrome، اللي هو أنا هخلص كل حاجة عشان من بكرة هتحرم. بس ده مش بيحصل للناس كلها. لا، ده بيحصل الناس أي حد بيعمل دايت بيحصل له كده. أي حد بيعمل دايت بيحصل له كده. طيب انا مم. عايز اقول لك حاجه، او عايز اعرف حاجه. انا برضو انا شفت بوستات كتير ليك على انستجرام، مم. وبخصوص الاضطراب، وبخصوص المشاكل اللي انت بتتكلم عليها دي، مم. النهم، صح؟ مم. تمام. بس انا بحس حاجه في قصه الاكل مع في حته الدايت يعني، مم. او في حته الناس اللي بتاكل كتير. السكر، انا بالنسبه لي او اللي انا عارفه، السكر ده عامل زي الهيروين. مم. لو دخل الجسم بكميات كبيره، او الدوز بتاعه بقى عالي، هتبقى عايزه تاخدي مم. اكتر حاجات فيها سكر، مم. منها بقى جانك فود او حلويات ايا كان. حتى لو انت حرمتي نفسك من الحلويات والحاجات دي، المخ بيبعت اللي هو كل بقى اي حاجه عشان اخد السكر اللي في الاكل. مم. اللي انا اعرفه ان السكر ليه علاقه كبيره في الحته دي. مم. اللي انا يعني بسمعه منك، لا انا حاسس ان انت كده حاجه بالعكس. تانية. تتكلمي عن لا في حرمان وفي اضطراب فانا ده اللي جديد عليا. يا طيب، بص في موضوع هل انا بقول ده غلط؟ انا مش عارف يعني. هقول لك في ماشي. موضوع السكر، وان السكر ادمان وزي الهيروين. مهم. انا مش مؤمنه بالكلام ده. مش الس... مقتنع. لا، السكر مش ادمان، السكر مش ماده ادمانيه. تمام؟ امتى اوكي. يعني ايه؟ يعني ايه السكر يبقى ادمان؟ هقول لك على حاجه. في تجارب اتعملت على الفئران، فران. اه، اي. وحط لهم كان في كذا مجموعه. يعني في مجموعه منهم اتحط لهم سكر، وكانوا مسموح لهم ان هم ياكلوا سكر. اوكي. كلوا اكشلي سكر بس بكميات معتدله. المجموعه التانيه ما كانش مسموح لهم ياكلوا سكر. مهم. فاول ما اتحط لهم السكر اكلوه بسلوك ادماني. يعني ايه سلوك ادماني؟ يعني انا باكل ومش عارفه اوقف، وبروح واجي تاني ومش عارفه اوقف. مهم. فالماده نفسها، السكر نفسه مش ادماني. بيبقى ادماني اول ما بنتحرم. فالواحد بيديفلوب سلوك اكشلي ادماني، اللي هو انا مش عايز اي حاجه، انا عايز السكر اللي انا محرومه منه. جزء من اللي انت قلته اكشلي صح، يعني جزء صغنون كده. في حته الدوسج. جزء ان انا لو فعلا باكل سكر كتير، فانا بكرف سكر طول اليوم. ليه؟ لان انت لما بتاكل سكر كتير، اها. او اكلت مثلا تشيز كيك على الصبح، البنكرياس بتاعك بيتخض، بيحس اللي هو ايه اللي داخل عليا ايه اللي ده. انت بتعمله ده؟ فبيقوم فارز انسولين جامد قوي. بالظبط. فالانسولين بينزل السكر في دمك تحت المعدل الطبيعي اصلا، فانت مم. بتدوخ وبتهبط بقى السكر بعدها بنص ساعه ولا حاجه. اوكي. لان السكر بيدخل بيمتص في 3 ثواني، يعني هو ما بياخدش اي وقت في امتصاصه. اوكي. فاللي بياكل فعلا سكر كتير بيبقى عايز سكر. ده مش معناه ان هو ده ما اقدرش اقول عليه سلوك ادماني، بس اكل السكر بيخليك عايز سكر اكتر. خاصة لو ده حصل مع اللي انا كمان عامل دايت ومحروم من السكر، فانا لما ببدا اكل ما بوقفش، فبفضل اكل سكر. ماشي. فاهم قصدي؟ يعني هقول لك على ماشي. حاجة. لو مثلا حد عامل دايت والدكتور قال له ما فيش اي سكريات، ما فيش حتى النشويات، عامل كيتوجينيك دايت مثلا، اللي هو الدايت اللي الناس كتير تعمله، كيتو دايت. فالكيتو ده ما فيهوش اصلا حتى فاكهة.
يعني الفاكهه مم. المفروض تاكلها بيريز او ستروبريز بس. الناس بيحصل لها شراهه مش طبيعيه بعد ما بيوقفوا الكيتو. ليه؟ لان هم شالوا السكر والكاربس اللي هي سكر مم. الجلوكوز اللي هو المصدر الاساسي اللي بيدي جسمنا طاقه. فالجسم دخل في حاله غير طبيعيه، فالجسم بقى بيستخدم الفاتس، وده مش الوضع الطبيعي للجسم، كمصدر للطاقه. فالجسم بيحس ان هو عايز يرجع لوضعه الطبيعي. طول الوقت جسمنا عايز يرجع لوضعه الطبيعي. لو انت كتمت نفسك هتحس ان انت عايز تاخد نفس، مم. جسمك محتاج يرجع لوضعه الطبيعي. نفس الموضوع بالنسبه لو انت عامل دايت، خاصه لو مانع نشويات. جسمك ما بيروحش بقى ياكل نشويات باعتدال بعدها. جسمنا بينتقل من اكستريم للاكستريم التاني عشان يعرف يرجع لاتزانه. هو جسمنا بيشتغل كده. اوكي. لو انت لابس او قاعد في مكان ضيق، اول ما تمشي من المكان هتستريتش. لو انت طالع مم. بتغطس، النفس اللي جاي بعدها يبقى نفس عميق مش نفس عادي. هو صح. جسمنا بيبقى بيشتغل بالطريقه دي. آه، ف فبعد كده اما بيجوا بقى ينتقلوا من الكيتوجينيك دايت اللي انا مش باكل عليه اي كاربس مثلا، او وات ايفر لو كارب دايت، مهم. الناس بتاكل نشويات بشراهه. فبتاكل نشويات، فالبنكرياس اتخض فيفرز انسولين، فالسكر اصلا في الدم يقع، فيبقى عايزين سكر تاني. والى جانب ان في شويه تغييرات كده سيكولوجيه، فهم كل ما بياكلوا سكر يحسوا بتأنيب الضمير، فبيحسوا انهم اشخاص مش كويسه، فبيدخلوا في فكره خلاص بقى انا بوظت الدنيا فبوظها كلها. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. تبقى دايره كده معقده من الجلد والشيم، وان جسمي اصلا ما بيدخلوش اي اكل مغذي فهو بياكل سكر بس. اوكي. بس يعني انا قريت كتير في حتة السكر، او اقول لك على حاجة بلاش. امم. انا حتى بحسها مع نفسي، انا مش من النوع اللي باكل سكر كتير. امم. انا ممكن اكون بدخل سكر في اليوم بس مش بمعدلات كبيرة. امم. بس لو انا قعدت 3 ايام بطلب بقى فطير سجق كيري لا. مع لوتس، مش عارف، 3 ايام ورا بعض، رابع يوم لو ما عملتش الموضوع ده انا بحس بحاجة يعني بيجي لي بالليل Yeah. Craving. غريبة، Yes. ببقى جعان جدا وبحس ان انا مدمن. Yes. بحس باللي انا حكيت لك عليه في حتة السكر. Yeah. بس وانس ان انا ابتديت اظبط تاني كام يوم، يعني اقلل ادخل سكر بس بكميات هادية، او مم. استحملت شوية الموضوع ده كام يوم برجع طبيعي تاني. وبرضه في فترات انا مثلا ممكن اخلي لو كارب، مم. وادخل سلطة كتير وبروتين وكده، ولو كارب مثلا. عمري ما احس ان انا عايز اكل ايس كريم او، فاهم قصدي؟ مم. غير ما انا مثلا باكل حاجات فيها سكر مم. ببقى لازم اكل شوكولاته، لازم اكل مش عارف سينابون، لازم مم. اكل. فاهم قصدي؟ مم. لكن انت بتتكلمي بقى في حاجه تانية خالص. بس انا اقول لك على حاجه في امم. الموضوع ده. انا بفرق بين 3 انواع من البني ادمين. بني ادم طبيعي اه. ما عندوش مشكله مع الاكل ولا حلو. مع جسمه، تمام، وبيحاول يديفلوب لايف ستايل وحياه صحيه. حلو. فالشخص ده بياكل هول فودز، بيقلل السكر، وده مش غلط خالص. مم. يعني ساينتفكلي السكر حاجه ملهاش قيمه غذائيه، هي بتبسطنا، وده في حد ذاته هدف من الاهداف، اللي هو احنا اوكي. نتبسط لان الاكل مش تعسيف. اوكي. في شخص تاني عنده disordered eating او نمط اكل مضطرب، فهو بيعمل دايت ويوقف ويعمل دايت ويوقف، امم. وطول الوقت كل ما بياكل سكر بيحس بتأنيب الضمير فبياكل سكر اكتر لان هو هيبدأ دايت من بكره وبيدخل امم. في لوب كده. الشخص التالت عنده اضطراب، ودول 3 انواع من الكلاينتس اللي عندي. في حد هيجي لي يقول لي انا عايز اعمل نظام حياه وعايز اظبط اكلي، فبحطه على ياكل هول فودز اكتر على حسب هو الجولز بتاعته ايه. حد عنده disordered eating عمري ما اقول له ما تاكلش سكر. بنحط السكر بشكل بعد الوجبه مثلا. ماشي. فلان هو بيبقى ايه، الوجبه بتاعته بتبقى عباره مثلا عباره عن شوكولاته مع شيبسي، فدي الوجبه. فاحنا ما ينفعش اجي اقول للشخص ده احنا بص تعالى احنا مش هناكل الكلام ده. فلو انا قلت له مش هناكل الكلام ده هياكله اكتر، فاحنا ما استفدناش حاجه. فاهم قصدي؟ اوكي. شخص بقى تالت، شخص عنده اضطراب اكل. اضطرابات الاكل دي ممكن اقولها لك بالتفصيل، بس هي كل يعني اكتر 3 معروفين: اضطراب النهم من الطعام، بنج ايتنج ديس اوردر، بوليميا نيرفوزا، وانوركسيا. انوركسيا لا عيدي تاني بقى الثلاث حاجات دول بالراحه كده، هي معلش، النهم. اضطرابات الاكل، اه. حاجات كتير. اوكي. تمام. اكتر 3 منهم معروفين او الاكثر شيوعا: انوركسيا نيرفوزا، اللي هم الناس اللي بتبقى عندها اسمه فقدان الشهية العصبي بالعربي، اللي هو انا عارف المودلز اللي انت اكتر نوع مشهور، الناس الرفيعة خالص اللي اه. هم عظمة على مش عارفه ايه مم. وبيموتوا،
وده من اكتر الامراض النفسيه اللي فيها نسبه انتحار وموت عامه. لما الشخص بينتحر، لما بيموت علشان جسمه بيكولابس، هو رفيع جدا ما فيهوش اي تغذيه. والاشخاص بتبقى ما بتاكلش وبتخاف من الاكل وعندها بودي ديسمورفيا، تصورها عن جسمها وحش جدا، بتبقى بتبانيك، علاقاتها الاجتماعيه بتبدا تبقى مش موجوده. في النوع التاني اللي هو كان عندي، اللي هو بوليميا نيرفوزا. بوليميا كان عندك انت؟ ده اللي اوكي. كان عندي. انا كان عندي انوركسيا وبوليميا، يعني في مرحلتين، لان انا قعدت 15 سنه فانا اخدت كولكشن. اوكي. فالبوليميا هو حد بيبدا يرستريكت اكله، فهو بيبدا يعمل دايت. يعني مش شرط يكون انا عمري ما كنت تخينه طول عمري تقريبا في الجسم ده، بس كان عندي تصور اللي انا عايزه اخس. التصور ده جه منين؟ جه من محاوله للسيطره، ان حياتي كان فيها مشاكل كتير، فانا عايزه ما فيش اي حاجه اقدر اسيطر عليها غير جسمي، فيلا اسيطر عليه. يعني اوكي. انا I'm losing control، كل حاجه chaotic حواليا، اوكي. فمش بالضروره يكون لي علاقه بالاكل. مهم. طيب حاجات نفسية قصدك يعني. هي كلها اضطرابات نفسيه. مم. اضطرابات الاكل هي اضطرابات نفسيه، ليها شق جسدي ليها علاقه بالاكل، بس هي اضطرابات نفسيه مبدئيا. مهم. تيجي نتيجة ترومات معينة، perfectionism، السعي للكمالية، ترومات جسدية أو ممكن عنف جنسي، ترومات ليها علاقة بالريجكشن، نجلكت، الشخص ما كانش حد بيحبه وهو صغير أو ما كانش بياخد باله منه. فحاجات كتير. وده البوليميا نيرفوزا دي عبارة عن نوبات من النهم. الشخص بيرستريكت، بيعمل دايت، أو ما بياكلش خالص زي ما أنا كنت مثلا ما باكلش. بعد كده جسمه عايز يرد على عايز أكل في إيه، فبيبدأ يدخل له نوبات شراهة، بيبدأ ياكل كل حاجة بشكل انيماليستيك وفاقد السيطرة تماما، لأنه مثلا بعد أسبوع من الحرمان أو بيبقى أكتر من كده، الجسم بياخد كل حاجة وبياكل بشراهة، فالشخص بيحس بتأنيب الضمير فبيدخل يرجع نفسه. دي البوليميا. يدخل يرجع؟ يا- يعني هو اللي بيرجع يرجع نفسه. ولا لا بطنه بتوجعه ولا لا، ايه؟ سيلف انديوسد فوميتنج، اصلا. يعني بيرجع يحط صباعه في بقه ويرجع. هو اللي عايز كده. اه اوكي. عشان يتخلص من الأكل، بعد عشان هو بيحس احساس بتأنيب بالذنب. الضمير. يس. اوكي. في بقى بنج ايتنج ديس اوردر، هو اضطراب النهم او اضطراب الشراهه، هو ان الشخص برضو بيحصل له نهم بس ما بيعملش وسيله تعويضيه، يعني مش بيرجع. فاهم اوكي. قصدي؟ ده برضو يعني شبه البوليميا، بس ما فيهوش الجزء التاني اللي هو لما بياخد ملينات او بيرجع نفسه ما فيهوش وسيله تعويضيه، بيحصل له نهم بس. مهم. أه؟ نهم يعني بياكل كتير صح؟ مش بس بياكل كتير. وصف نوبة الشراهة هي ان انا باكل كميات كبيرة قوي من الاكل في وقت قصير، وليها معيار مهم جدا، اللي انا بحس ان انا فاقد السيطره، مش عارفه اوقف. انا مش بس باكل كتير، it's not overeating، انا مش عارف اوقف، انا كاني مغيب، كأن حد ماسكني وبيخليني اكل كل حاجه. اوكي. اصل انا اعرف حد كده. يس ابعتولي. انا اعرف حد يعني. يعني انا حتى بقول له انت، يعني انا اعرف ناس مثلا بتحب الاكل. مم. اللي بيحب الاكل ده مثلا ياكل لحد ما يشبع تمام، ما يعكش مش عارف ايه. لا ده ممكن ياكل حاجات مالهاش علاقه ببعض. يس. يعني كل سجق، كل مانجا، بعديها بسبوسه، رجع كل لحمه، مم. فاهمه؟ حاجات مالهاش علاقه ببعض مم. خالص، وفي زي ما انت بتقولي. يعني ما بيوقفش. تحس اللي هو ملبوس كده حاجه ايوه ما ماسكاه. يس. بيوقفش، وانا اصلا حتى بفضل اقول له طب انت هتعيا، يعني انت مم. كده هيحصل لك حاجه. Yeah. امم. فهي حاجه بتبقى ان الشخص فعلا ما عندوش تحكم عليها. يعني انت لو جبت قطه وجوعتها مثلا 3 ايام وحطيت قدامها اكل، هتاكل ازاي؟ بشراهه وبشكل ما مهم. فيهوش اي اكيد تقدر. بسرعه، واي صح. فاهم قصدي؟ مهم. احنا بني ادمين نفس الموضوع. لو جبت مهم. حد ناجي من مجاعه بجد، يعني هو حد مثلا عاش في مجاعه بقاله اسبوعين، وحطيت قدامه اكل، ياكل ازاي؟ بشراهه، ومش مم. هيوقف اكل، لان هو ما عندوش شبع دلوقتي، هو مش بيطمن، هو خايف جسمه اللي هو يدخل على مجاعه تانية، فعايز ياخد اكتر اكل ممكن. فاهم اوكي. قصدي؟ في فعلا تجربه اتعملت على الناجين من الحرب العالميه الثانيه، اسمها تجربه مانيسوتا. حطوا الناس دي على كالوريز قليله قوي، سعرات قليله قوي، كانها تجربه مشابهه لتجربه المجاعه. وبعد كده الناس دي بدات تديفلوب تصرفات غريبه قوي. فبداوا مثلا ياكلوا البان علشان عايزين بقهم يبقى مشغول وخلاص. مم. بداوا يسرقوا اكل بعض. بداوا لو بيفرجوهم على فيلم ما يبقوش شايفين اي حاجه في الفيلم غير ان طبق الاكل بتاع الناس. بداوا في ناس بدات تاكل الاكل وتروح ترجعه وتاكل تاني، علشان هم عايزين يعني
كل دي جايه منين؟ من مكان، من خوف امم ان انا هتحرم، انا مش هلاقي الاكل تاني، انا خايفه ادخل على مجاعه تانية. اللي بيحصل لجسمنا لما نعمل دايت مشابه جدا لده، مش بالاكستريم ده، بس مع بعض الناس لو بقالهم بيعملوا دايت لفترات طويله بالاكستريم ده، عشان كده الناس بتديفلوب اضطرابات اكل. فاهم قصدي؟ فهي امراض، واضطرابات الاكل هي اضطرابات جسديه نفسيه، لازم يتم التعامل معاها بشكل هوليستيك، يعني ثيرابيست وبراكتيشنر ونيوتريشنست وكولكشن. تمام. طب ازاي يعني؟ انا مثلا هقول لك، انا عندي قصة النهم دي. امم باكل كتير، كميات غريبة في اوقات غريبة، ما بشبعش. يعني ازاي اتعالج؟ امم اتعالج ازاي؟ يعني اصلا انت كيف حاجة نفسية، اه صح؟ طبعا. ملهاش علاقة مثلا ان انا جعان، ان انا محتاج كالوريز قوي. الاثنين. الاتنين. اه يعني ما هو الشخص اللي بيبقى عنده نهم ده هقول لك. لا يعني انا جعان بس جايلي من حتة نفسية يس. بس. يا بس انا خلاص واخد كفايتي في الاكل، او امم جسمي مش محتاج تاني بالظبط. اقصد يعني. بالظبط. انا بقى ازاي اعالج نفسي في الحتة دي؟ امم خليني الاول اقول لك يوم في حياة شخص عنده نهم ايه اللي بيحصل. الشخص ده بيصحى الصبح يقول لك انا هبدأ دايت من النهارده، فبياكل مثلا اومليت من غير فاتس، من غير زبدة مثلا ومن غير عيش، وبيقرر اللي هو النهارده انا هبقى كويس، انا هعمل دايت. امم وبيفضل مجوع نفسه طول اليوم، بيقرر اللي هو ما ياكلش، على بالليل بيحصل له نهم. تمام، ودي حياته بقالها فترة. اوكي. اي شخص بيحصل له نهم فالشخص ده بيرستريكت مهم. في حياته قدر من الحرمان. فاول حاجه بنعملها مع الشخص ده ان يبقى بيدخل جسمه وجبات، يبقى في eating rhythm او structure، ان بيدخل جسمه وجبات ثابته في اليوم في اوقات معينه، عشان جسمه يحس اللي هو الحمد لله مش هيجوعني، مفيش مجاعه، يلا اطمن كل بشكل طبيعي. اول حاجه الف ب. في ناس بقى بتشتغل بتقول لك يلا هنتعامل بقى ان الشخص ياكل لحد ما اما يجوع ويوقف اكل لحد ما يشبع. ما ينفعش الكلام ده مع حد عنده اضطراب نهم، لان الشخص اصلا مش حاسس باشارات جوع وشبع، اصلا مم. ما عندوش، هو طول الوقت جسمه خايف وعايز ياكل اي حاجه. لان فمثلا الشخص اللي عنده نهم ده قاعد ما بياكلش وما بيدخلش بيته شوكولاته وما بياكلش اي حاجه وحاطط روتين فيري ستريكت، مفيش مهم. كاربس. جه زارك مثلا في البيت، لقى عندك تورته ايس كريم في الحر ده، يا ايه اللي الشخص ده ممكن يعمله؟ آه، غالبا لو انت موجود مش هيحصل له نهم، لان النهم غالبا حاجه بتحصل في السر. تمام. اوكي. بس هيستنى مثلا لو انت دخلت نمت ويخلص التورته كلها، وبعد كده يحس بتأنيب الضمير ويبدأ من بكره يريستريكت ويفضل طول اليوم ما ياكلش، وعلى بالليل يحصل له نهم. مهم. فأهم حاجة عشان نستبلايز الجسم الأول إن يبقى فيه eating rhythm، مواعيد ثابتة للأكل، والوجبات تكون متوازنة. مم. فأنا مش هاكل مثلا آه، يعني ساندوتش مثلا جبنة على الفطار، لا، محتاج ساندوتش وبيض وخيار وطماطم وجبنة، يعني وجبة اوكي. وجبة محترمة. الغدا نفس الموضوع، العشاء نفس الموضوع، تو سناكس. بعد كده بنبدأ ندخل الفير فود، الأكل اللي هو بيخاف منه واحدة واحدة. مش الأكل اللي هو بيخاف منه ده أول ما بيشوفه وما بيدخلوش البيت، أول ما بيشوفه يخلصوا كله. يا فبنبدأ واحدة واحدة ندخله في إطار آمن. يعني إيه؟ يعني أنا مش هجيب لك علبة كوكيز واحطها كلها قدامك، لا، احنا هناكلها مع مثلا القهوة، مع بعد الوجبة، مش وانت جعان. انت اوكي. جعان هتفقد السيطرة عليها. مهم. فبنبدأ ندخلها بأمان وبشكل structured، مش بندخلها وخلاص، عشان يعرف يسيطر عشان شوية. يعرف يسيطر. وفي نفس الوقت بننهانس، يعني ايه الشخص يستمتع تاني. اي حد مم. بيحصل له نهم علاقته بالاكل بتبقى مضطربه قوي لدرجه ان هو مش بيستمتع. هو الاكل مرتبط بتأنيب الضمير، انا باكل ايه القرف اللي انا بعمله ده. ماشي. فبننهانس تاني، يعني ايه تدوق، يعني ايه تستمتع، يعني انت تستحق تاكل. اوكي. لان لو حد مقتنع اللي هو ما يستحقش ياكل، مثلا اهله هم صغيرين، وده عندي كلاينتس كتير كتير اهلهم بيقعدوا لهم ما تاكلوش، انت تخينه، ما تعمليش كذا، فهو بينشأ الطفل شايف اللي هو ما يستحقش ياكل، اوكي. فهو ما يستحقش يستمتع. فهو لو بياكل حاجه ممتعه لازم يستخبى، او لازم ياكلها بسرعه كانه ما بياكلهاش. مهم. فبنبدا ننهانس، يعني ايه استمتع حوالين الاكل، يعني ايه اكل بالراحه، يعني إيه انا مش بجري انتش واجري. ده الاتيتيود بتاع انتش واجري، مم. ده بيبقى عند اي حد عنده مشكله ليها علاقه بالنهم، سواء اضطراب اكل او نهم نتيجه لسنوات من الحرمان. اوكي. آه؟ فبنبدا ننهانس ده تاني. تنفس، اقعد، حط الحاجه في طبق، كل بالراحه.
انت مش محروم، نفس الطبق ده او نفس الشوكولاته دي تقدر تاكلها بكره وبعده، خلاص مفيش حرمان، اتس اوكي، لحد واحده واحده ما جسمه يبدا يطمن ان اكشلي مفيش حرمان، فبيبدا يهدى. الموضوع ده جديد قوي عليا على فكرة، يعني انا اول مرة اسمع يعني القصة بتتعالج كده، يعني حتة الدايت. يعني طب انا عايز اعرف النهم ده، يعني هي اللي انا فاهمه كده ان هي بتيجي من الطفولة مثلا، يعني في حاجة بتحصل للشخص وهو صغير فبيكبر عنده القصة دي، صح م- كده؟ م. ايه اللي ممكن يحصل له؟ زي ايه يعني؟ هقول لك، بص، هو سبب النهم الحرمان، يعني مفيش حد بيحصل له نهم ما حرمش نفسه قبل كده، والحرمان ده مش شرط يكون دايت اكشلي. يعني كان عندي كلاينت was very interesting، ما كانش وهي صغيره، أم، كانت مامتها أم، حريصه، يعني بخل في الاكل، مش عشان هم معهمش فلوس، بس مامتها ما كانتش بتطبخ اكل كفايه، او عندها اخوات كتير، جو العيله. مم. كانت طول الوقت لو اكل اتساب هيخلص، فاتربى عندها. طبعا هي عملت دايت في مرحله من حياتها، بس ده كمان كان source of deprivation، يعني كان هي محرومه من الجزء ده، هو ما كانش في اكل في البيت كفايه، فاهم قصدي؟ مم. ف طيب، الريستريكشن ليه الشخص بيقرر اللي هو يحرم نفسه؟ لاسباب كتير. ممكن ان الشخص ده اتقال له من وهو صغير انت محتاجه تخسي، كلام مقرف زي اللي احنا بنسمعه، اللي هو الله انت وشك جميل بس شفتي لو جسمك يخس شويه، بصي اختك بتلبس اللي هي عايزاه ازاي، بصي انت مش هتلاقي عريس، تكون مثلا طفله عندها 9 سنين وتقول لها انت مش هتلاقي عريس، طب يعني في ايه يا حاجه؟ فالكلام اللي بيتقال ده الطفل بينشأ، او حتى الام تكون بتعمل دايت، فالطفل بيحس ان هو دي الحياه اللي المفروض تحصل، انا جسمي زي اوكي. ماما، فانا مم. لو انا محتاج اعمل زي ماما، تمام، مم. فالطفل بينترنالايز او بياخد الحاجه على نفسه. فبيبدا الطفل او في حالتي مثلا ما كانش عندي آم، اي مشاكل قوي مع، ما كانش عندي مشاكل مع وزني، تمام. لا، كان عندي مشاكل، كنت شايفه نفسي تخينه بجد، كان عندي بس انت ما كنتش ما تخينة. كنتش تخينه. مم. بس الموضوع كان جاي من فكره زي ما بقول لك، هي محاوله بس اللي انا to have control over my life، يعني انا كنت من عيله مسلمه متدينه جدا جدا جدا، ف فالبنات تقريبا ما كانوش موجودين، يعني ما كان البنات او الستات مش حاجه، مش بياخدوا حقوقهم، مش بيبقوا، كنت حاسه طول الوقت ان انا عايشه حياه مش بتاعتي، فاهم قصدي؟ اوكي. فكنت حاسه ان انا على الاقل انا لو عملت دايت فانا على الاقل اقدر اتحكم، ابقى عندي الجسم على الاقل اللي انا عايزاه، فاهم مم. قصدي؟ مم. فهي بدأت معايا من كده، كل حد بتبدأ بقى من حاجة مختلفة، فبدأت من هنا أقرر ان انا هبطل اكل، انا هبطل اكل، فبطلت اكل بعد كده النهم حصل لي، بس mainly ده بيحصل نتيجة دايت، نتيجة حرمان بأي شكل من الأشكال، نتيجة كلام سيء من الأب والأم أو من العيلة عن الجسم، بيخلي الشخص متعقد من جسمه وحاسس إن هو لازم يبطل أكل، من أو هو اللي هو ما صغير يعني. يستحقش الأكل من هو صغير. ممكن تيجي نتيجة برضو ترومات، او حد مثلا في ساعات النهم بيحصل مم. من غير ريستريكشن، ان الطفل مثلا، وده انا شفته، بيستخدم الاكل كوسيله للتعامل، يعني ابوه ومامته بيتخانقوا طول اليوم وصريخ وبتاع، والطفل مش عارف يتعامل، ايه ده، في ايه، فبيلجأ للاكل، فبيديفلوب عاده الاوفر ايتنج، ممكن تتحول لنهم بعد كده ما بيكبر. اوكي. طيب في حاجة اسمها الأكل العاطفي، يعني يعني ايه؟ الاكل العاطفي هو اللي انا بخرج مشاعري في الاكل، يعني الاكل بالنسبه لي وسيله، او الوسيله الوحيده للي انا اتعامل مع مشاعري. زي كده مثلا واحد عنده اكتئاب بياكل كتير، صح؟ يا بس انا برضو يعني موضوع الاضطراب ده، يعني في ناس مثلا لو عندها اكتئاب ما تاكلش، العكس. يس، الاكل العاطفي مش اضطراب، فاهم؟ اوكي. عشان والناس كلها يعني اي حد بيجي يقول لي انا عندي اكل عاطفي، وبعد كده نكتشف ان في مشاكل تانية خالص مش زي الاكل العاطفي. بس الاكل العاطفي، وده عند نسبه كبيره من الناس، اتس اوكي اللي انت لو متضايق، مين مننا لو مش لو متضايق مش هيجيب مثلا علبه ايس كريم او شوكولاته ويقعد ياكل عادي؟ كلنا بنعمل ده ساعات. مم. بس امتى بيبقى ده مشكله؟ لو ده بيحصل طول الوقت، لو دي وسيلتك الوحيده للتعامل مع مشاعرك. اي حد عنده اكل عاطفي بيبقى عنده مشكلتين، او مشكله من الاتنين، لا اما مش بيعرف يعبر عن مشاعره، فهو ما عندوش الكلمات اللي يقول بيها، هتلاقي الناس كلها بتقول لك انا متضايق او متوتر، دول الشعورين بس اللي بيعبروا عنهم.
طب ما في خوف، ما في frustrated، ما في disappointed، ما في angry، ما في حاجات كتير. ما عندهمش الفوكابس اللي هم يعبروا، مش مم. عارفين هم حاسين بايه. مم. في طبقة تانية او مستوى تاني، الناس actually عارفة تعبر بس مش عارفة تحس او مش عايزة تحس. فانا مثلا حصل لي مشكلة في الشغل، وحسيت ان انا خفت ان انا يرفدوني، فانا مش هيبقى عندي مرتب ومش هلاقي شغل تاني. فالشعور هنا هو خوف وتوتر طبعا، anxiety، I'm anxious. اوكي. فانا مش عايزه احس بده، فبروح اكل. فاهم قصدي؟ فهو ده الاكل العاطفي، هو الاكل الوسيله بتاعتنا للتعبير او للتعامل مع مشاعرنا، لان ما عندناش اي وسائل اكثر فعاليه للتعامل مع المشاعر. اوكي. طب ازاي اعرف ان انا مثلا طريقة اكلي غير صحية مثلا او فيها مشكلة؟ سؤال جميل. أم، بص، لو في تصرفات بس كلامك ده آه، يعني، او الكلام اللي انت حكيتيه معايا ده يخليني انا ممكن اشك في نفسي. يعني انا ممكن ابقى فاكر ان انا باكل كويس، آه، بس لا، انا عندي مشكلة وانا ما اعرفش. فاهمة؟ آه. فعشان كده سألتك السؤال ده، اللي هو طيب امتى اعرف، امتى احس بالقصة دي ان انا عندي مشكلة؟ بص، ما فيش حاجه اسمها حد بياكل بشكل مثالي، احنا بني ادمين، ما فيش حاجه اسمها كده. اكيد. كلنا بناكل ساعات بشكل عاطفي، بناكل شوكولاته اكتر من احتياجنا، بنطلب زي ما انت قلت بيتزا سجق يعني وانت عارف ان دي مش اصح حاجه تبقى تتاكل. فترة كده بتبقى فتره كده، فتره فاهم، هناك وبطن اللي اوردرات هو طالعه نازله، بتحصل. ببقى عايز ابسط نفسي شوية. بس عادي، فاهم، متضايق شويه فما فيش اي حاجه تبسطني، بس انا عايز فطير سجق بعد البريك اب، فاهم، كل الناس بتمر بده، اتس اوكي. ف this is normal. بس امتى اشك ان انا عندي مشكله في علاقتي مع الاكل، سواء عندي اوكي. اضطراب اكل او عندي مشكله في علاقتي مع الاكل محتاجه اشتغل عليها؟ لو انا عندي هوس، سواء هوس بحساب السعرات او هوس بالدايتس، او هوس اللي انا بجرب دايتس كتير، كل شويه اعمل كيتو هنا واروح اجرب مونجارو، اللي هو الدراج اللي بياخدوه دلوقتي، واروح اوكي. اعمل حساب سعرات ومش عارفه ايه. وبيحصل لي انا بخاف من الاكل، فانا خايفه اجيب شوكولاته. لو ولادي مثلا جابوا شوكولاته، محدش يدخل البتاع دي هنا، مش عشان انا حريصه عليهم مثلا، عشان انا خايفه اخلصها. امم. لو انا الاكل بالنسبه لي حاجه موتره، لو فجاه قالوا لي، جوزي قال لي مثلا او ماي بارتنر قال لي يلا احنا هنخرج نتعشى بره، لا انا ما لا انا مش عايزه اتعشى بره. انا باكل اكلي، مش عارفه اكل واستمتع مع الولاد، باكل اكلي. مش عارفه اكل وجبات كامله. عندي كده صرامه في القواعد بتاعتي، فمفيش عيش، لازم العيش يبقى اسمر حبوب كامله. آه، وده ممكن يبقى صحي، بس امتى ما يبقاش صحي؟ لو انا مثلا لو اكلت عيش ابيض، ده هيسبب لي توتر كتير في حياتي. امم. ان الاكل يبقى محاط بالتوتر والخوف. لو في برضو مشاكل في البودي ايمج، في تصوري عن جسمي، فانا لو طول الوقت بتشيك جسمي، بوزن نفسي كل يوم، لو لقيت نفسي زدت كيلو فانا حياتي اتدمرت، مش عارفه اخرج من البيت. لو انا حاجه احنا بنسميها بودي ديسمورفيا او اضطراب تشوه الجسد، اللي انا تصوري عن جسمي مسيطر على حياتي. ساعات بيجي للناس كمان مش في وزنها بس، عارف، كل عملية التجميل والحاجات اللي بتحصل امم. دي، هكبر هنا واصغر هنا اه. واطول هنا وكل this is also coming sometimes from body dysmorphia. انا مش راضي عن جسمي، وعمر ما في حاجة هتحصل تخليني راضية. لو وصلت، في ناس بتوصل وزن قليل جدا، اقل من اللي هم عايزينه، برضه ما بيبقوش نفس راضيين. الموضوع. مم. فلو في علاقتي بالاكل وجسمي فيها هوس، خوف، توتر، يبقى انا عندي مشكلة محتاجة اشتغل عليها، واي اوكي. دايت تاني هعمله هيزود المشكلة. اوكي. فاهم قصدي؟ ايه العلاقة ما بين الاكل الصحي بالنفسية؟ والله لو بس انت انا هقول لك على حاجة، آه، صح؟ انا قول. برضو يعني انت برضو مدخلة حتة ان احنا ناكل سكر عادي. إمم. يعني انا شفت لك فيديوهات بتاكل شيبسي، باكل شيبس. شفت لك فيديوهات تقولي انا هروح اكل ايس كريم. إمم. تمام. بص- بصراحة أنا الموضوع ده بالنسبة لي أوكي، أنا باكل آيس كريم، مش بقولك إن أنا ما باكلش آيس كريم، بس ما بزودش. إمم. يعني ممكن كل فين وفين. شيبسي بصراحة بخاف منه. إمم. يعني أنا الشيبسي عندي لا، أنا شايفه ماكلوش أصلا. إمم. ما جربوش حتى يعني طريقته، الزيت اللي فيه، الحاجات اللي فيه مضرة. ياه! مش صح إن أنا أقرب منه. فاهمة؟ بس أنا بسألك سؤال دلوقتي، اللي هو إيه الأكل الصحي وعلاقته بالنفسية. في ناس مثلا تقول
واحنا مثلا لو هتكلم على المدرسة بتاعتي اللي هو السكر يبقى قليل، مش زي ما انت بتتكلمي. السكر لما بيقل النفسية بتتأثر شوية، او حتى في الفترة الأولانية لو انت كنت بتاكلي سكر كتير وابتديتي تنزلي سكر، في عصبية، في اكتئاب شوية ممكن يجي. دي حقيقة. فاهمة؟ بس خليني امشي معاكي بقى في مم. ان احنا لا ندخل سكر عادي، حتى لو في فاكهة، حتى لو في ايس كريم، ايا كان نوع السكر ايه. طيب علاقة النفسية بالاكل الصحي ايه بقى بص، انا طبعا كل الاكل انا ضد اللي احنا نسمي الاكل اكل حلو صحي ويدخلني الجنة، واكل وحش هيوديني النار. ده اوكي. ليبلنج للاكل. الاكل بالنسبه لي فيول، وانا كسهيله ال 80% من الاكل اللي باكله هول فود، يعني باكل اكل حقيقي، يعني باكل فريك وبرغل وكينوا ما باكلش لحمه وفراخ كتير، نادرا، بس باكل كل توفو وتشيك بيز يعني مهم. باكل اكل حقيقي 80% من وقتي. في ماشي. 20% باكل شيبسي، باكل ايس كريم، بخرج اكل بره، بستمتع. ايوه. فاهم قصدي؟ لان otherwise هبقى ايه الحياه الممله دي. اوكي. ف وده بالنسبة لي المناسب ليا أنا كسهيلة. لكن لو حد مهم. بيعاني من اضطراب أكل فهو أصلا، أو لو حد مثلا حتى جاي لي مثلا الحد ده بياكل أكله كله، وده شفته كتير. مهم. انا بفطر اي حاجه، بجراب اي حاجه اون ذا جو، بتيهيه ولا اي حاجه، بالليل بفضل بجيب بيتزا في الاخر. هاجي اقول للحد ده يلا هنعمل لك هول فود دايت، تعالى هناكل فريك، اصلا مش عارف ايه الفريك ده، وتعالى هناكل مش عارفه توفو، يقول لي مين التوفو ده. فانت بتبدا من ساعه ما الشخص واقف، مفيش حاجه بتفيد شخصين. فاهم قصدي؟ طيب، اكيد. طبعا اما تاكل هول فودز، اما تاكل اكل حقيقي، يعني ايه اكل حقيقي؟ يعني فاتس حقيقيه جايه من زيت الزيتون او الزبده او مهم. الافوكادو او النتس. اما تاكل حته فراخ مش الكولد كاتس دي. مهم. اما تاكل بروتين حقيقي او بيض او جبنه او كده. اما تاكل مثلا كاربس جايه من هول جرينز زي كينوا، فريك، والبرغل والعيش البني والحاجات دي، ديفنتلي نفسيتك هتبقى احسن. ديفنتلي نفسيتك هتبقى احسن. ده للبني ادم الطبيعي. تاني، البني ادم اللي ما عندوش علاقه مضطربه مع الاكل، في ناس اوكي. لو اكلت الاكل ده فده بالنسبه لهم هيؤدي، لان هم هيحسوا بالحرمان، اللي انا المرحله الجايه من حياتي اكل سكر بس. اه، ففي هيبقوا الحالات دي اضطراب. بالظبط، فهم بيبقوا حياتهم متقسمه لجزئين. هتلاقي كل الناس، اي حد عامل دايت ركز معاه كده، هتلاقيه بيقول لك انا عامل دايت او مبوظ. فانا صح. حياتي لا اما عامل دايت فانا ماشي بالحنتوفه وقاطع كل حاجه، شوجر فري، جلوتين فري، هابينس فري، او مبوظ فانا باكل كل حاجه. ليه؟ مهم. عشان بعد التبويض ده انا راجع. فالحياه بتبقى عامله كده. مهم. الحرق بيقع، لان الجسم ما بيعرفش يحرق، ما بيعرفش ياكوموديت كل ده. انت فجاه ما بتاكلنيش كاربس اصلا فانا مش بحرق، فجاه بتاكلني بيتزا ومولتن كيك في قعده واحده، ايه ده في ايه؟ فالجسم الحرق بتاعه بيضعف جدا. الجسم مبيبقاش عارف ياكل يشبع امتى. لا اما انا بشبع بعد 3 بيضات اكل اطفال يعني من غير عيش ولا اي حاجه، او بشبع لا اما الطبق يخلص، لان انا مش هلاقي الاكل ده تاني. مهم. فلو حد عنده هذه المشكله محتاج، كل شخص، بص انا مؤمنه ان مفيش حد في الحياه، كل بني ادم يونيك. مهم. يا كل حد محتاج كده تبدا له. اولا انا لما بيجي لي كلاينت، انا اي دونت اسيوم، انا بعمل فول اسسمنت للكلاينت ده، بشوف هو فين، احنا فين من الحياه. مهم. ففي كلاينت مثلا تيجي تقول لي انا ما باكلش جلوتين عشان انا بيتعبني. اول ما حد يقول لي الكلمه دي بعرف ان هل الجلوتين اللي بيتعبك ولا اللي انت بتاكلي 5 ترغيفه فينو فده اللي بيتعبك اي. الكميه. فكل حاجه يلا ناخدها ونشوف دي دايت رول انا بس اخدها من على انستجرام او الدكتور قالها لي، ولا دي مهم. حاجه مناسبه لجسمي. كل حد مختلف عن التاني. وكل ما انا هقرب من الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، الحاجات اللي هي مش كل الاكل برضو احنا معظم اكلنا او حاجات كتير تلاقيها بروسيسد. يعني إيه؟ يعني العيش بروسيسد، انت مش بتاكل القمحه من الغيط. مهم. فاهم؟ بس في حاجات بروسيسد وده طبيعي اللي احنا ناكلها، في حاجات الترا بروسيسد زي الشيبسي والحاجات اللي هي متضاف لها 600 الف حاجه تانية انت مش مهم. عارف اصلا مكونها الرئيسي ايه. ده اللي حقيقي بيأثر على النفسيه. ولو حد علاقته بالاكل اتحسنت، او حد اصلا ما عندوش مشكله مع الاكل، طبعا 100% I would recommend ان الشخص ده يميل اكتر اللي هو ياكل هول فودز، مهم. عشان طبعا نفسيته تبقى احسن، صحته تبقى احسن، النشاط بتاعه يبقى افضل، فيتاليتي الحيويه تبقى احسن، كل حاجه تبقى احسن. مم. طيب الصيف والشتاء
امم. انا يعني انا هتكلم عن نفسي في الاكل. في الصيف بيختلف تماما عن الشتاء. وانا كمان. بس انا بحسه الحوار ده بيضايقني. يعني انا في ازاي؟ الشتاء ممكن اكل. مم. انا بتمرن مم. فبحتاج طبعا اكل. خلي بالك انت كنت اتكلمت في قصة الكالوريز والناس اللي بتمشي انا هاخد 150 جرام رز، وانا الكلام ده مش ما بقتنعش اصلا بيه. كويس، فانا برافو. باكل مم. اللي انا محتاجه او اللي انا شايف يعني مش بمشي بالسحتوفة زي ما مم. بيقول. فالشتاء بحس ان انا شهيتي كويسة، ممكن اكل تمام، مم. كميات معقولة للتمرين يعني. مم. الصيف لا. مم. الصيف بحس ان انا اكلتي ضعيفة، الشهية قليلة. مم. وبصراحة انا مش عارف ده من ايه. مم. انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ هقول لك. دي مش شكوى، مش شكوتك لوحدك. يعني دي اوكي. شكوة البني ادمين كتير. مهم. في الصيف جسمنا بيبقى عنده احتياجين متناقضين. تمام. جسمنا بيبقى حران جدا. عايزين خاصة. ميه ها؟ يعني بالظبط، يعني جسمنا طبعا بيبقى محتاج ميه، بس بيبقى كمان حران. خاصة في الجو اللي احنا فيه ده. مهم. يعني احنا في صيف قوي. يعني مهم. الدنيا حر قوي. ولكن محتاج اكل برضو، جعان عادي. بس الاكل اللي انت بتاكله ده بيتحول لايه؟ سعرات حراريه، يعني بيتحول لايه؟ طاقه. فالاكل اللي بتاكله بيحررك اكشلي زياده. مم. فاهم قصدي؟ مم. فالشهيه بتبقى منخفضه علشان جسمك بيبقى هو الجوع بيفضل موجود. طبعا في الشتاء بنجوع اكتر لان احنا بنحتاج طاقه اكتر عشان جسمنا اكيد. نسخن مهم. جسمنا ونبقى نتدفى. بس فكمان في الصيف بنبقى محتاجين اكل، بس محتاجين حاجات فريش اكتر. انا مثلا في الصيف، انا تقريبا الاسبوع اللي فات كله ما دخلتش المطبخ عملت طبخه. اي حاجه برميها على سلطه. كل حاجه بقى، بص، رز، باستا، فريك، حمص، كل الحاجات بجد بحطها على سلطه. او باكل اكل ساقع، بجد باكل اكل ساقع يعني. مش وجبه قادرة. مثلا مش قادرة ان حاجة تبقى سخنة ها؟ مش قادره ان حاجه تبقى سخنه، فاهم قصدي؟ ف وفي حاجات بدخلها بقى، يعني المانجا، انا باكل كميه مانجا مهوله مثلا في اليوم. مم. بشرب ميه ساقعه مثلجه بتلج فيها. فعلشان انا عارفه ان انا مش عايزه طبعا اخسر اي وزن، فانا محتاجه اخد الاكل اللي يكفيني، وفي شكل مناسب للصيف، اللي هو يكون فريش. فانا بدخل حاجات فريش اكتر بكتير. في الشتاء مثلا هتلاقيني باكل كاريز وحاجات وطاجن في الفرن والكلام ده. طاجن في الفرن دي اصلا ما بتخطرش على بالي مثلا في الشتاء، في الصيف. صيف. فانت حاول تاكل حاجات فيها سالادز، فيها البولز مثلا اللي هي موجوده عليها دريسنج لطيف. هتلاقي الحاجات دي اوكي. مور ريفريشنج، وهتديك اللي انت محتاجه. دخل مم. فاكهه كتير. بس ده بيرفلكت عندي في جسمي. امم. يعني الشيب بيتغير. امم. في الشتاء ممكن ابقى ضخم شوية. امم. في الصيف ماسلز طبعا بلوز ماسلز. اه ممكن اكون كمان بلوز فاتس. الشيب بيتغير، بس انا ببقى عايز ابقى يعني مش هقول لك زي الشتاء، بس اللي هو مش عايز ابقى زي ايه، ابقى رفيع او ابقى سكيني. امم. انا الحمد لله مش بوصل لكده، بس بحس ان انا لو الصيف كمل يعني هو يس. 3 شهور، لو 5 شهور انا هتشك. هضيع. عارفه. بس طيب قصة العمليات بقى. امم. الموضوع ده اصله ايه؟ انا عندي ناس دايما بتتكلم معايا في المواضيع دي، وعايزين نعمل عمليات قصدي تكميم. تكميم بقى مم. وقص ولزق والحاجات اللي انت عارفاها دي. انت ايه رأيك في القصة دي؟ بص، عمليات التكميم وتحويل المسار ايوه. وخلافه، انا ما برجحهاش طبعا خالص. هقول لك ليه. غير لاسباب صحيه بحته، ان الشخص ده عنده obesity وعنده فاكتورز مختلفه مأثره على حياته. فان الشخص ده مثلا عنده ضغط عالي، او مشاكل في القلب، او مشاكل جامده في الركبه، او في العضلات، او في المفاصل، او مش عارفه ايه، محتاج يخسر وزن دلوقتي. لو انت مش محتاج تخسر وزن دلوقتي، ما تعملش العمليات دي ليه. اللي هو يعني بمعنى صح ممكن يموت او لازم يعمل يس. عملية، قصدك كده يعني؟ حاجه بس يعني emergency. بس. ده الحاجه الوحيده اللي انا يعني ده رايي طبعا، رايي المهني ورأيي الشخصي. مم. ورأيي كمان المهني بناء على انا 70% من الكلاينتس اللي عندي اللي جايين بعد كده يصلحوا علاقتهم بالاكل وياخدوا النيوتريشن ثيرابي اللي انا بقدمه، مهم. عاملين تكميم ورجعوا الوزن كله. اي في ناس فاهم رجعت قصدي؟ رجعوا الوزن كله، مش بس رجعوا الوزن كله. يعني انا هشرح لك برضو يعني ايه تكميم. احنا بالبلدي كده بنقص جزء من المعده، فالمعده بتاعتنا بتصغر. تمام. فانت
ما بتبقاش اول ما تعمل التكميم بيحطوك على عصاير وحاجات سائله وبتاع، ومعدتك ما بتبقاش قادره تشيل اكل. مهم. فانت اوريدي لو كنت بتعمل دايت ومثلا عندك نهم، مفيش دكتور مثلا بيسالك انت عندك علاقتك ايه بالاكل، ولا علاقتك ايه بجسمك، ولا دكاتره عايزه فلوس، ولا بتسال اي حاجه من الحاجات دي. فلو انت عندك مشكله مثلا نهم، او علاقتك بالاكل مش حلوه، انت بتاكل مثلا ايه، الوجبه بتاعتك بتكون عباره عن واحده توست وقطعه جبنه مهم. بس. ده اكل لو طفل تودلر عنده سنتين هياكل اكتر من كده. هل ده اكل مشبع؟ لا، ما بيشبعش. مم. تمام. وده الهدف، اللي هو انت تاكل قليل جدا فتخس، فالناس بتخس جامد 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 في وقت قصير جدا. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ المعده بتبدا توسع شويه، ستريتش. تستريتش شويه. غير كده ان البني ادم بيتعود بقى خلاص. في الاول بيبقى لو اكلت حاجه هرجع ومش قادر، بس بعد كده بقى بيتعود. فبيبدا يلعب مع معدته ازاي؟ ان الناس بتبدا ما تقدرش تاكل مثلا ورك فرخه، ما تقدرش تاكل مم. مثلا طبق فيه رز وفراخ وبسله مثلا، مم. بس تقدر تاكل تشيز كيك كامله، ايوه. لان ده السكر ما بياخدش اي حاجه، بيدخل يمتص على طول. سهله. فبيبدا اكلهم يتحول، نوعيه الاكل بتبقى متدمره، مهم. تحول لسكريات، لان جسمهم محتاج اكل، عايز يشبع. ما هو انا مش معنى ان انا قصيت معدتي ان الجوع والشبع اتاثر، هو جسمي لسه جعان عادي بس هو مش قادر ياكل. فما بقص جزء من المعده، جسمي محتاج اكل، فبيبدا يحس بالخطر اكتر كمان من انا لو عامل دايت كل شويه انا عايز اكل. فيبدا كل شويه الناس كمان بيبقوا بيروحوا على الاكل ويجوا كتير. يعني انا كل شويه بفتح التلاجة كل نص ساعه اكل لي حاجه. فتيجي الملخص في الاخر ان الناس بتاخد يدخل جسمها سعرات يمكن اكتر من الاول. دي حقيقه. والسعرات جايه من سكر مينلي او من كاربس مينلي، مم. لان ده الحاجه اللي ما بتتعبهمش. مم. فاولا نوعيه اكلي بتسوء، آه، عدد مرات اكلي بتتاثر. فانا ببقى باكل طول اليوم. يعني انا كان عندي كلاينتس بياكلوا طول اليوم، لان كل ساعتين لازم ياكلوا حاجه عشان ده اللي يقدروا يستحملوه. فبيبدا اصلا انا طول اليوم بفكر في الاكل، لان انا كل ساعتين باكل. مهم. مش الاكل المفروض احنا بنجوع بناكل بنشبع شكرا. مم. هم بقى لا، لان هم بياكلوا كل ساعتين، فطول الوقت الاكل في دماغي، فبيبقى هوس بقى. فاهم قصدي؟ فانا طول الوقت بفكر، طول الوقت باكل، طول الوقت بفكر هاكل ايه، اكلي نوعيه اكلي مش كويسه، فبسترد الوزن تاني الى جانب علاقتي بالاكل بتسوء. مهم. فانا ما برجحش لعمليه التجميل خالص. وفي ناس بيحصل لها كمان بعد العمليه يعني. complications. اه. يس، انا عندي اعرف حد كانت حقيقة صديقة يعني. يعني كلها مش زي بعض، yeah. يعني ده بيحصل له حاجة ده بيحصل له yeah. حاجة. يعني في واحد صاحبي مثلا بيقول لي أنا ما بعرفش أشرب عصير. مم. بيقول لي لما يشرب، يعني هو بيشرب عصير بيقع، مم. يغمى عليه حاجة مم. كده يعني. مم. فالموضوع صعب أوي. مم. طيب يعني ليه مثلا قصة عملية التجميل أنا مش عارف ليه كنت بقول تكميم. عملية تجميل، عملية التكميم دي هي عملية تجميل برضو. يعني ليه الموضوع ده الناس مثلا او ما يبقاش في وعي ان لا ما حدش يعمل العملية دي ومفروض نشتغل نفسي في الموضوع زي ما انت بتقولي كده، ليه الموضوع ده مش موجود؟ بص، في ناس برضو عشان ابقى صريحة، في ناس عملت، يعني في ناس ما عندهاش اي مشاكل مع الاكل وعملت التكميم طبعا كسبت جزء من الوزن. معظم الناس بتكسب جزء من الوزن، بس في ناس حتى لو بعد فترة. اه حتى هو بيكسبوا بعد فترة امم. يعني. بس في ناس عملتها ومبسوطة بالنتائج اللي هي خست، امم. بالرغم من ان مثلا شعرها بيبقى بتدمر، بشرتها كذا، الفيتامينات بتقع تماما وكل ده. أيوة. بس هم بيبقوا قضوا حياتهم كلهم بيحصل لهم تنمر من الوزن يعني الموضوع صعب قوي، لدرجة ان هم هيعملوا اي حاجة علشان يخسوا. امم. ففي ناس ستيل بعد 5 سنين مبسوطة اللي عملت العملية ومش شايفة ان ده قرار سيء. ولكن الأغلبية بيندموا. في ناس بتعمل تكميم اكشلي بتروح تعمل تكميم تاني، يعني بتعمل تحويل مسار، بعد كده تعمل تكميم، بعد كده تروح عامله تحويل مسار. يعني بيبقى خلاص بقى كل 4 سنين اروح اعمل عمليه. في ناس بتعمل تكميم وبعد كده بياخدوا حاجه اسمها، مش عارفه انت عارف المونجارو اه. والاوزempic، دي ادويه. منظره يعني. مونجارو ادويه طالعه دلوقتي، هي ادويه سكر مينلي بتستخدم في الويت لوس. في ناس بتعمل عامله، تخيل جسم، تخيل كده جسم بشري عامل دايت طول حياته، بعد كده قمنا اخدينه وقصين له جزء من المعده بتاعته، بعد كده آه، مش عارف ياكل، بعد كده قمنا اخدينه قلنا له تعالى هديك مونجارو علشان ما تاكلش خالص. امم. الجسم بيبقى deeply traumatized كمان. انا مش بس بنتكلم على ان الشخص ده مش بيعرف ياكل او علاقته بالاكل بتضطرب، الجسم بيبدا يعني كان عندي كلاينت عامله اخدت مونجارو، بعد كده حصل لها جلطه في معدتها، محدش عارف ليه.
وما حدش بيقول ان ده من منجره، وما حدش يعرف. بس انا قصدي كل دي حاجات ما حصلش، حاجات حديثه ما حصلش عليها ابحاث علميه كافيه. زي مثلا التطعيم بتاع كورونا كده، ان في ناس كانت بتموت منه وما حدش عارف ده سكتة قلبية. مهم. بس الحاجات دي ما حصلش عليها ابحاث كافية عشان نقول ان ده اتس سيف. مم. بس even لو حد بيعمل تكميم او بياخد منجاره والشخص ده عنده اضطراب اكل او عنده مشكله في علاقته مع الاكل، المشكله هتسوء والوزن هيرجع تاني. فلو حد اصلا عنده مشكله مع الاكل او مثلا اضطراب نهم او كده، محتاج وعايز خلاص قرر ركب دماغه اللي هو يعمل تكميم، محتاج يتعامل مع اضطراب الاكل الاول، يتعافى منه and then he can decide هو عايز يعمل ايه. مم. حلو. طيب برضو الكلام بتاعك ان انا اكل براحتي، موضوع نفسي. في ناس كتير ماشية على دايت كارنيفور، كيتو، لو كارب، صيام متقطع. انا شايف ان الحاجات دي عكس اللي انت بتقوليه، ولا انا؟ اه طبعا الحاجات دي اللي بتأدي للي انا بقوله حلو جدا. انت ايه رأيك في الحاجات دي؟ يعني انا مثلا دلوقتي امشي على كيتو، انت شايف ان ده صح لجسمي؟ يعني بص، اولا الكيتوجينيك دايت طلع عامه لعلاج الصرع، هو ما كانش طلع لدايت كفقدان وزن خالص. اللي عنده صرع يعني؟ اه اوكي. علشان لقوا ان اللي انا اخد نسبه دهون معينه واقلل الكاربس خالص ده بيساعد في السيجرز، التشنجات ومش عارفه ايه. امم. سوري مش الصرع، الباركنسون، الشلل الرعاش. ف اوكي. فهو طلع لحاجه معينه. فانا قصدي ان الدايتس دي كل حاجه فيها ممكن تساعد ناس، بس هم دلوقتي اتحولوا لترندات. يعني في مثلا كده عندك على انستجرام على السوشيال صح. ميديا، في ناس ايام ما انا كنت اصغر من كده، يعني كنت في عشريناتي، كان الناس كلها بلانت بيست، فيجن فيجن. وفيجيتيريان وكل ده. الناس كلها دلوقتي اللي كانوا فيجن وما بياكلوش حته لحمه هيموتوا بقوا كارنيفورز. وات يعني فاهم اللي هو بجد يا جماعه في ايه يعني؟ وفي بقى غير الكارنيفور رو ميت دايت اللي هو انا باكل لحمه نيه وباكل ولادي ايه القرف ده؟ فاهم قصدي؟ ايوه. فالموضوع تحول للي انا منفصله بقى. انا هو جسمنا ما اتغيرش يعني. هل انت جسمك ما هو جسمك وانت عايز تاكل بلانت بيس هو جسمك وانت عايز تاكل كارنيفور، ما فيش امم. حاجه اتغيرت، هو جسمك نفسه هو هو. انت بس بتركب الترند. فانا بالنسبه لي كل الحاجات دي بتخلينا اكتر. انا لو قلت لك دلوقتي يا جو انت محتاج تبطل كاربس، امم. فانت هتسمع كلامي. تسمع كلامي ليه؟ ما تشوف انت جسمك عايز كاربس ولا لا. ممكن صح. تبطله يغمى عليك. صح. يعني انا في واحده قبل كده جات لي عامله كيتوجينيك دايت، تقول لي انا جالي حصوات في الكلى وتعبت قوي، بعد كده اتنقلت المستشفى، قولي لي اعمل كيتو دايت ازاي صح. ما تعملوش يا حبيبتي. فاهم؟ امم. يعني كل اللي جسمك بيقوله لك وكل المشاكل دي ولسه عايزه تعمليه، ده معناها ان انا مش سامعه جسمي بيقول لي ايه. امم. فاهم قصدي؟ فكل الحاجات دي لمين برضو؟ يعني في ناس مثلا بيبقى عندهم مشاكل جلديه وبيعملوا كارنيفور، امم. المشاكل الجلديه بتخف. اوكي. فاهم؟ بس انا طبعا كحد اصلا بيرسونال، يعني انا ما باكلش لحمه فراخ كتير عشان البيئه وعشان حاجات يعني مثلا مره كل 6 شهور ولا حاجه. فانا تخيل كده لو كلنا تحولنا لكارنيفورز، امم. اولا العالم كله هيضطر يصنع او ينتج كميه مهوله من الماشيه. الماشيه دي اللي ده مش بتنتج، شيء طبيعي مش شيء خالص يعني. طبيعي خالص، شيء مش طبيعي، مش وهينتج طبيعي. ميثان والتغيير المناخي، الحر اللي احنا فيه ده بسبب صح، التغيير المناخي مثال. اللي بيحصل. وده جزء كبير منه انتاج الماشيه امم. الاوفر. امم. فاحنا لو كلنا بقينا كارنيفور، او المفروض اصلا ده الطريقه اللي البني ادمين ياكلوا بيها. اصل هو كل حد بيطلع بدايت مش بيقول لك انا عملته ونفع معايا، بيقول لك البني ادمين لازم يبقوا كيتوجينيك دايت از ذا دايت. كارنيفور في طب خلاص مش انت نفع معاك، الف مبروك، سيب الناس في حالها. فاهم قصدي؟ عشان اللي بيفيد شخص مش بيفيد شخص تاني. امم. دي حقيقة. هو انا يعني انا عن نفسي، انا بحس ان انا باخد من كل حاجة حاجة، يعني حلو. زي يعني فاهم، انا باكل مم. بس كل حاجة بطريقة معتدلة يعني. طيب، في ناس تقول لك ايه اهم وجبة؟ الفطار. اهم وجبة لا الغداء. لا، الفطار ده اي كلام، ما ينفعش. يعني انا مش عارف، انا الموضوع ده بحسه برضو غريب. يعني انا عن نفسي بحسش ان انا قادر اكل الصبح جامد. انا باكل حاجة ممكن صغيرة، مم. اللي هو بس بعمل كده المعدة. انا بكلمك عن نفسي. مم. بس انا دلوقتي بسألك ايه الصح؟ يعني ايه اكتر وجبة مفيدة؟ لو السؤال ده اصلا مظبوط، وبرضو
هل قصة اللي هو أهم وجبة الفطار، هل ده صح؟ انا مثلا زيك ما بجوعش الصبح، ولو اكلت الصبح وجبه محترمه بفضل جعانه طول اليوم. يعني بفضل طول اليوم، اه. اللي انا لاحظته على جسمي، بفضل طول اليوم عايز اكل. مهم. فاهم؟ فباكل مثلا الوجبه، اول وجبه باكلها بتبقى على الساعه 11 12، يعني بيبقى متاخر شويه. انا بصحى مم. الساعه 6 الصبح. ف يعني اوكي. ما بفطرش اول ما بصحى. باكل مثلا تمر، باكل حاجه مع حاجة القهوه. صغيرة قوي. اه يعني حاجه مع القهوه. برضو لمين طول الوقت اما حد بيقول لي ده صح ولا غلط، لمين؟ في ناس اصلا بتصحى الساعه 2 الظهر، فانا اقول له انت محتاج تصحى الساعه 8 الصبح تفطر وترجع تنام تاني؟ ده يبقى ده بصراحه يبقى ده اولا السليبنج ريذم بتاعه هيتاثر، وهيصحى مقريف. وليه؟ في ناس يومها مقلوب. طبعا انا مش بقول ان ده اصح حاجه، طبعا الاحسن ان يومنا يبقى ماشي مع الريذم بتاع الكون. اوكي. بس لمين برضو؟ فاهم قصدي؟ يعني مش شرط خالص. في حد مثلا عندي، حد عندها سكر دلوقتي، حطيتها على صيام متقطع، يعني خليتها تصوم فترات، فقلت لها اجلي الوجبه لحد مثلا الساعه 12، ابداي كلي من الساعه 12 مهم. عشان نظبط الانسولين وبتاع. قالت لي انا دخت، خلاص افطري. يعني ما هو انا مش هي لو دخت انا ما استفدتش حاجه. ايوه صح. فاهم قصدي؟ صح. فعلى حسب مين. في ناس ما بتجوعش وهي اول ما تصحى ما تفطرش، اما الجوع كل. بس برضو لان في ناس ساعات بتقول لي لا انا ما ببقاش جعانه على الفطار، واما انا طول الوقت بخلي الكلاينتس بتوعي يكتبوا اكلهم، مش عشان انا متسلطه، بس عشان انا عايزه اشوف النمط بتاع الاكل ايه. مم. فلو شفت حد ما بيفطرش وبيفضل ما ياكلش مثلا، وبيجي بالليل ياكل كتير قوي، فبعرف ان الشخص ده الاحسن له اللي هو يقسم الموضوع وجبات. مم. فاهم قصدي؟ لان في اشخاص تقول لك انا ما بكونش جعانه على الفطار، بس هو كان تعود، هي بس متعوده اللي هي ما مم. تاكلش، او عندها كده من دايت قديم مثلا، كل ما تكون جعان وتأجل وجبة الفطار كل ما كان أحسن. ما تاكلش، لازم تجوع. مهم. فده بيبقى مش مناسب ليهم، لأن بيخليهم ياكلوا أكتر أو يدخلوا في نهم أو بيبقوا عرضة أكتر للي هم يفقدوا السيطرة على الأكل. ايوه. فلمين طول الوقت لمين؟ م? مم. اوكي. آه الدايت او الكلمة نفسها م- اللي بتلاقيها موجودة كده، بيبسي دايت، مش عارف ايه دايت، شيبسي دايت، اي حاجة دايت، فاهمة؟ انا الكلمة دي تعرف ان انا بخاف منها، بحس ان في حاجة في وراها حاجة مش طبيعية، حاجة ميكروبات. كوميرشال، فاهمة؟ م- انت ايه رأيك في الناس اللي هي انا هاكل زبادي دايت، انا هاكل مش هشرب بيبسي دايت؟ انت شايفه ان الحاجه دي تبقى فعلا دايت او هتفرق حتى؟ م- انا بالنسبه لي انا بحس ان هي مش فارقه كتير على فكره، حتى م- مش البيبسي وكده، العيش م- اللي هو عيش ده ابيض، العيش ده هول جرين، مش فاهمه؟ انا بالنسبه لي في فرق، انا مش بقول بس مش الفرق ده اللي هيخليني اجري ورا الحاجه واروح ولا ومش هينفع. انا هسيبك انت توضحي الحته دي. ده بيزنس. يعني بص، ده بزنس، اه. يعني من الحاجات برضو اللي بتضحكني قوي. مش عارفة، كان في مصر كان في وقت كده طلع في مصر بيبسي كان مكتوب عليه معزز بالفيتامينات. دي كان بالنسبة لي يعني أكبر هبدة أنا شفتها. فاهم؟ في الدايت اندستري. طب ما تاكل فاكهة، يعني ليه تجيب بيبسي معزز بالفيتامينات؟ فاهم؟ هتلاقي ده برضو على لسه موجود على السيريالز مثلا، على كورن فليكس والحاجات دي كلها معزز بالفيتامينات. طب ما تاخد الفيتامينات من مصدرها، ايه رأيك يعني؟ امم. طبعا دي بص ده الدايت اندستري دي بجد ضحكة كبيرة قوي. it's really a big illusion for me. مثلا عندك حاجات زي let's say مثلا بيبسي دايت اللي انت قلت عليه، تمام؟ actually هو ما فيهوش سكر، هو فيه اسبرتام. ده خطر جدا اصلا. غير اللي هو خطر. طبعا هو خطر وكارسينوجينيك وكل امم. الكلام ده. بس غير اللي هو خطر، هو بيعمل حاجة. ما هو جسمنا ده برضو مش مكنة، حاجة داخلة وحاجة خارجة، وما فيش ما دخلش سكر شكرا، لا. الاسبرتام مسكر قوي، فانت لو بتشرب كولا دايت مسكر، فلما بيدخل على لسانك بقك بيحس ان في سكر داخل. امم. اول ما بيبدأ يدخل ويتهضم فبيوصل الدم، الدم اكشلي بيكتشف ان ده مش سكر، ده مش جلوكوز ولا فركتوز، ده مش سكر، ده حاجة طعمها بس زي السكر. امم. بس البنكرياس بتاعك بيكون خلاص فرز الانسولين، فهو البنكرياس بتاعك مش هيخاطر انت داخل لك سكر ومفيش انسولين، لان ده خطر جدا. فالانسولين بعد ما بيتفرز بيجي يدور في الدم، مفيش سكر،
فبينزل السكر اللي في دمك اصلا تحت الطبيعي، فانت بتدوخ وبتجوع بعدها بفتره. دي فالناس اللي كارثة. بتاكل اه فالناس اللي بتشرب بيبسي دايت اون اللونج تيرم، الوجبات اللي بياكلوها على مدار اليوم تبقى اكبر وبيجوعوا اكتر. فانت ممكن تاكل مع الوجبه مثلا بيبسي دايت، وبعد كده تاكل بعدها وجبه كبيره. هتلاقي ناس كتير قوي بتاكل مثلا بيج ماك وفرايز وبتاع وبيبسي دايت. إيه في ايه؟ ليه؟ بقى في فكره، ما كل الحاجات دي قايمه على فكره اللي انا محتاج، انا عارف ان انا باكل اكل مش صحي وانا عايزه اريح ضميري. مم. فانا لو جبت المنتج ده هيسكت لي ضميري و I can enjoy. كلها قايمه على الفكره دي. دي الفكره اللي قايمه عليها كل الناس. انا مثلا هجيب عيش مكتوب عليه عيش بالحبوب الكامله، اللي هو مش بالحبوب الكامله ولا حاجه، اللي هو معمول من الدقيق الابيض عادي ومتضاف عليه شويه حبوب مرشوشه فوق. تمام. مم. فما استفدناش حاجه، عادي هو اغلى بس. فالشخص لما بياكل العيش ده بيحس انا اوكي، انا بعمل حاجه كويسه لصحتي. والقناعه دي اما الشخص ده بيوصل لها بتخلّيه بتوعيكوا actually اللي هو يشوف هل أنا باعمل حاجة كويسة لصحتي والّا لأ. يعني لو أنا مثلًا جِبت بيبسي دايت فأنا باحس إن أنا عامل حاجة كويسة لصحتي، فما بافكّرش مثلًا إن أنا أجيب كيلو فاكهة آكله وأنا ماشي، يعني وأنا مروّح آكل مم. يعني أجيبه في البيت، فاهم؟ فكلّها مبنية على فكرة الناس آآ الناس بتحب البيبسي وبتحب الhot dog وبتحب الحاجات دي كلّها، بس عايزين يعملوا دايت. مم. تمام. فنعمل ايه؟ نحط الميكس ده ازاي مع بعض؟ احنا نستهدف الناس اللي هم عايزين يعملوا دايت ونضحك عليهم، نعمل لهم منتجات دايت مم. نكتب عليها لو فات، جلوتين فري، مش عارفه ايه فري، مش عارفه ايه كذا. حاجات مثلا لو فات دي، عارف في برضو مرحله احنا في مصر كده في ويف كده، المنتجات البامبا دي كلها اللي هي الحاجات اللو فات، الجبنه اللو فات ايوه والزبادي اللو صح. فات. فدلوقتي ما عادتش منتشره قوي عشان بقى في لو كارب دلوقتي. مم. بس فاحنا انا في جيل التسعينات، فانا حضرت اللو فات ده، ان هو الفاتس دي هتموتك وتجيب لك امراض القلب. ده كان ساعتها الفاتس هي الوحشه. أيوة. فالمنتجات دي كلها اما طلعت المنتجات دي اكشلي لو جيت تبص على نسبه الفاتس الاقل، اقل حاجه بسيطه جدا. مم. يعني مش الحاجه الكبيره. صح. بس اللي هيجيب علبه لو فات عشان هي لو فات هيخلص نصها. مم. فاهم قصدي؟ مم. لان هي بالنسبه له حاجه هيلثي، فانا اكل قدر الامكان. فبتبوظ، بتخلي الشخص مش عارف ياكل قد ايه. يعني طبعا منتجات الدايت وهم كبير. انا ما بشتريش مش عارفه، بفكر دلوقتي معاك، هل في تلاجتي في اي منتجات دايت؟ could be. يعني ممكن في حاجات انا بحبها، يعني مثلا في ايس كريم كده طلع جديد مش فاكره اسمه ايه، بيبقى فيه شوجر فري، انا بحبه بجيبه. بس اللي انا في منتجات مكتوب عليها لو فات، اللبن كله عندي كامل الدسم، كل الحاجات عندي كاملة مم. الدسم كاملة الجلوتين، يعني ما عنديش اي مشاكل. هرمونات اللي هي ليها علاقة بالجوع امم. والشبع، زي الليبتون امم. والجريلين، جرينين. صح؟ yeah. دورهم ايه؟ عايزك تكلميني كده عن دورهم. مم. ايه اللي هم بيعملوه؟ طيب الجريلين ده اللي هو الهرمون بتاع الجوع. انت امتى بتفرز الهرمون ده؟ اما انت يعني الميكانيزم بتاع الجوع very interesting. مم. امتى بحس بالجوع؟ اما البلاد شوجر بتاعي دروب مهم. ومعدتي تفضى. تمام. فده بيبعت اشاره لمخك هاي انا جعان. فساعتها الجريلين بيتفرز مم. وبتبدا بقى يبقى عندك شهيه، تبدا بقى يجي في بالك مثلا فطيره سجق معديه، سندوتش جبنه، حته فرخه، تبدا تكريف. ده اوكي. الميكانيزم بتاع الجوع، بتبدا تكريف، تبدا تفكر في الاكل. حلو. مش الطبيعي اللي احنا بنفكر في الاكل طول الوقت، الطبيعي بنفكر ان هو عايزين ناكل. ماشي. ف وبعد كده بتاكل. تمام. تاكل مثلا انت اكل وجبه فيها فراخ ورز وكوسه مثلا وجبه عاديه. فاما بتبدا تاكل خلاص، امتى بنشبع؟ يعني ده برضه سؤال انترستنج اللي احنا نعرف امتى بنشبع. يا ما هي الوجبه دي هتاخد وقت عبال ما تتهضم وتمتص، ازاي مم. جسمنا بيحس اللي هو كفايه؟ جسمي ليه ميكانيزم انترستنج اللي هو بيشتغل عليه المونجارو. المونجارو بيشتغل على نفس الميكانيزم اللي انا احس بالشبع ده. مم. اول ما بيبدا الاكل يمشي شويه من بطنك ويروح عند الامعاء الدقيقه، مهم. ده بيبعت رساله للمخ خلاص احنا هنوقف اكل، احنا بنشبع، احنا والاكل بيمتص وبتاع. مم. اما البلاد شوجر اما تبدا تاكل حاجه طبعا فيها كارب والانسولين يبدا يتفرز لحد معين، مم. خلاص ده بيبعت برضه اشاره لمخك خلاص كفايه، وقف اكل.
فانت بتبدا الاثنين دول الانسولين لما بيتفرز والليبتين لما بيتفرز عن طريق ان الاكل بيدخل شويه في الامعاء وبيبدا يتهضم، ده بيبدا اشاره لمخك وقف اكل. تمام. اوكي. والجريلين والليبتين، الليبتين الهرمون بتاع الشبع اللي بيقول لنا خلاص وقف كفايه، الجريلين الهرمون اللي بيخلينا جعانين. مم. الجريلين مثلا بيزيد في حالات التوتر، لو انا عندي كورتيزول عالي يخلينا جعانين اكتر. الجريلين بيزيد عند الستات لما الاستروجين يقل في الدوره الشهريه، او لو حد في مينيبوز او بيري مينيبوز مثلا. مهم. الجريلين بيزيد اما احنا نكون مش نايمين كويس، ده مهم جدا، او نكون فاتيجد قوي. لو انا مش نايم كويس، الكواليتي بتاعت النوم بتاعتي مش كويس، او مش نايم عدد ساعات كفايه، الجريلين بتاعي بيزيد فببقى جعان اكتر. اوكي. فالهرمونين دول هم المسؤولين عامه على، الى جانب طبعا حاجات تانية، الانسولين برضو مهم قوي، اللي انا الميكانيزم بتاع الجوع والشبع، مهم. واللي بيشتغل عليهم مثلا حاجه برضو زي المونجارو بيشتغل على برضو افراز الانسولين، وعلى ال جي بي 1 اللي هو انا خلاص بوقف اكل، انا بحس ان انا خلاص كفايه. اتكلمتي عن الوزن، سوري، اتكلمتي عن النوم. امم. هل النوم ليه علاقة بالوزن؟ ليه علاقه بالاكل. لا يعني بالأكل. يعني هقول مثلا أنا باكل كويس بس مش بنام كويس. هل زي ما أنا باكل كويس لا طبعا. وبنام كويس لا خالص. الوزن بيتغير؟ ها. طبعا طبعا بتغير. اولا انت جسمك الوزن بيتغير، وكمان اكتر من الوزن البادي كومبوزيشن بيتغير. اوكي. يعني انت وزنك وعضلاتك بتريكفر في النوم. صح. جسمك وعضلاتك بتريكفر في صح. النوم. الجسم برضو بالبلدي كده بيقفل الحاجات في النوم، يعني لو في شوية فاتس ما اتهضموش بيوديهم الكبد، ايوه. يعني بيقفل الحاجة لأن هو بيبقى في وضع مسترخي تماما. امم. فاهم قصدي؟ فغير كده لو انت ما نمتش كويس، اولا الكورتيزول بتاعك بيبقى عالي لان انت بتبقى متوتر طول اليوم، الجريلين هرمون الجوع بيبقى عالي، موست لايكلي اللي انت نوعيات اكلك هتختلف، فتروح للحاجات الفاتي او صح. شوجري صح. لو انت مش نايم كويس. امم. فطبعا ده بيأثر على وزنك في الاخر، امم. او البادي كومبوزيشن كمان، حتى لو وزنك متغيرش التركيب بتاع الجسم والفاتس والكل صح. والماسلز بيتأثر. انا بحس ان الواحد لما بينام يعني كام يوم كده ورا بعض مم. كويس، الجسم بيبقى فريش. طبعا. فاهمه؟ وهتلاقي برضو لو في بلوتنج بيقل، لو في كونستيبيشن بيبقى، يعني الناس اللي ما بتنامش كويس بيبقوا مثلا عندهم امساك كتير، امم. لان الجسم ما عندوش ريذم، انا ما عنديش جسم برضو عامة بيحتاج امان. يعني ايه؟ بيحتاج ان انا اصحى في مواعيد وانام في مواعيد واكل في مواعيد، بيحتاج امان. امم. لو انا ما عنديش الريذم ده، حركة الامعاء مش هتبقى مظبوطة، في لخبطه، كل 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 حاجه حاجة كده تبقى متلخبطة. متلخبطه. طيب انا هل في طريقه مثلا ان انا اعرف آه ان انا كده تمام مع الكالوريز الانتيك بتاعي، او دخلت كميه كالوريز تمام، مم. ولا ايه؟ انا يعني اعرف ازاي مم. ان انا خدت كفايتي يعني؟ سؤال جميل. عشان بصراحه الموضوع ده بقى يعني قعدت افكر فيه كده، اللي هو لما اشبع، طب ما انا ممكن اكون كلت كتير وانا مش واخد بالي. طب هل في طريقة تخليني اعرف ان انا كده خدت كفايتي في الكالوريز ولا لا؟ مم. طيب انا برضو بص، طبعا في مقاييس مختلفه، في ناس بتقول لك ان لو راجل ياخد 1000 2500 مثلا، لو راجل بيتحرك عنده هاي اكتيفيتي في اليوم، لو ست تاخد 1500 ل 2000 على حسب الاكتيفيتي ليفل بتاعها. انا ما مم. بقتنعش بالكلام ده. مم. تمام. انا بالنسبه لي، انت راقب نفسك، يعني شوف ايه اللي بيحصل. تمام. انا يعني انا مثلا هحكي لك عن نفسي، انا اما باكل عيش كتير، انا جسمي بيكون دهون اكتر، ده انا لاحظته. مم. عكس مثلا لو انا باكل عيش بس الصبح وبنوع في انواع الكاربس، مثلا بطاطا بطاطس حاجات كده. فانا اوكي. بلاحظ نفسي لو انا مثلا مسافره اسبوع، كل اسبوع بقى بيتزا وبتاع ومش عارفه ايه وحاجات معجنات وبتاع، انا بلاحظ ان انا العضلات بتاعتي بتقل وجسمي شكله بيتغير، انا بشوف جسمي. مم. يعني والله برجع بيتنا بقرر ان انا خلاص هرجع للروتين بتاعي، مم. البيزد على اكسبيرينس وعلى معرفتي بنفسي وعلى معرفتي بجسمي وعلى مراقبتي بنفسي. انا عارفه دلوقتي ايه الاكسرسايز روتين اللي بيفيد جسمي، وايه الاكل اللي بيفيد جسمي. مم. فاهم قصدي؟ والوجبه بتاعتك ببساطه محتاجه يبقى فيها كل الماكرو نيوترينتس، يعني يبقى فيها نشويات وبروتينات ودهون.
وخضار وفاكهه، اللي هو المايكرو نيوترينز، اللي هي الفيتامينز والمينرالز اللي لازم تاخدهم برضو. يعني هما مش اساسيين. لو احنا عشنا من غير خضار وفاكهه مش هنموت، بس هنعيش مكسحين، يعني شعرنا هيقع وبشرتنا هتتاثر وكل ده. فاهم خضار قصدي؟ وفاكهة. اه، اللي هو الفيتامينز والمينرالز، الاملاح والمعادن. هنفضل عايشين بس صحتنا تتدهور. مم. بس فمثلا لو انت لاحظت ان انت بتاكل بيضتين على الفطار وبتجوع بعدها بساعة، يبقى ده مش كفاية ليك. فانا مثلا هعمل 3 بيضات بمعلقة سمنة، واحط مثلا نص 3/4 رغيف بدل النص رغيف، مم. وراقب شبعت شكرا. فاهم قصدي؟ انا كل الابروتش اللي انا بستخدمه بيزد على اللي انا، كل بني ادم محتاج يراقب جسمه ويعرف نفسه. زي ما انت كده بتكبر وبتنفصل عن بابا وماما وبتبدأ تشوف انت عايز طريقك ايه في الحياة، انت محتاج بره كل القواعد وكل العالم اللي احنا عايشين فيه اللي بيقولك تاكل ايه وما تاكلش ايه. انت جسمك بيقولك، وانت جسمك مختلف عن جسمي، مختلف عن جسم اي حد تاني. فبيزد على اللي انا بقعد مع الكلاينت مثلا 3 شهور، احنا بنكتب وبنراقب الكلاينت دي. لو فطرت مثلا اكلت شوكولاته الصبح فده بيجوعها بالليل، لو ما اكلتش شوكولاته الصبح فهي بتحس ان هي مش مبسوطه، فبتيجي تحصل لها نهم بالليل. مم. حد تاني، كل حد مختلف عن التاني. في ناس مثلا حتى كل حد طريقه اكله مختلفه، في ناس تلاقيها قلبت كل حاجه على بعض واكلت، في مم. ناس تحب تاكل كل حاجه منفصله. كل حد برضو سلوكه الغذائي بيدل على حاجه. يعني لو حد واقف طول الوقت بياكل على الواقف، الشخص ده طول الوقت عنده توتر، هو مش عارف يقعد ياكل، مش عارف يسترخي. لو حد بياكل من التلاجة، طول الوقت الشخص ده عنده علاقة مريبة مع الأكل، هو مش عايز يحط نفسه طبق، طول الوقت بياكل انتش واجري. مم. فكل بني آدم جسمنا لوحده. زي لو انت سهرت قوي او كنت بتشتغل قوي او مش عارفة ايه بتصدع، لو انت مش منتبه ان الصداع ده بيقول لك حاجة، الصداع ده هيتحول لحاجات تانية، هتزغلل وتقع. مم. فاهم قصدي؟ ان جسمنا لوحده بيدينا warnings. ونفس الموضوع بالنسبة للأكل، سواء اللي أنا جسمي بيكون دهون، أو سواء اللي أنا وزني بيزيد قوي أو بيقل قوي، دي إشارة إن أنا بعمل حاجة غلط. أو سواء اللي أنا عندي cravings كتير قوي مش طب مبررة. مش ممكن مثلا يكون في خلل في الهرمونات؟ اه طبعا. يعني واحد بيتخن بسرعة، اه طبعا. أو أو مش بيتخن بسرعة، يعني بيزيد ماسلز لو كل كويس، وفي نفس الوقت لو بطل يتمرن مم. ومبقاش بياكل قوي، بعد 4 5 أيام يخس قوي، يبان عليه إن مم. هو خاسس. مش ده ممكن يكون ليه علاقة بالهرمونات؟ طب بص، الوزن عامة هيستوري مثلا، يعني could هرمونات. be. طبعا طبعا، يعني طبعا لو حد عنده مشاكل في الغدة الدرقية، لو حد عنده أم مشاكل، حد مثلا عنده diabetes type 1 مثلا، فالشخص ده تلاقيه بياكل طول الوقت ما بيتخنش. مهم. nothing to be done. يعني فاهم قصدي؟ مهم. أم، لو حد عنده diabetes مثلا type 2، فانا الشخص ده بيربي دهون على البطن كده كده. مم. فاهم قصدي؟ ومحتاج نحطه على دايت مختلف. فطبعا في comorbidity او في like سواء، عشان كده بنعمل full assessment. لو الشخص مثلا عنده اكتئاب، فممكن الشخص ده يكون لا اما بياكل كتير قوي لا اما بياكل قليل قوي. ف وفي جزء كل ده بره الهرمونات. لو في خلل هرموني طبعا ده بيأثر، مهم. بس كمان في جزء جيناتيك. انت ما بتحرقش زيي، محدش بيحرق زي صح. التاني. صح. فاهم قصدي؟ صح. في ناس جيناتيكلي طبيعة، زي ما في ربنا خلق شجرة كبيرة شجرة صغيرة شجرة طويلة صح. شجرة رفيعة، احنا بني ادمين نفس صح. الحاجة. فاهم قصدي؟ طيب عايز انا عمال استغلك على فكره، بسالك اسئله كده. انا بحب قوي قصه النيوتريشن. انت ايه رايك في البيض؟ هل جميل. قصه، هقولك في ناس تقول لا ما تاكلش بيض كتير، يعني هيزود لك الكوليسترول. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ طبعا لو حد عنده كوليسترول عالي، البيض الكتير مش احسن حاجة. امم. فاهم؟ بس هو كتير ده اصل برضو، يعني ايه كتير؟ ما هو بص، في جماعة جماوية دول بياكلوا 8 بيضات في اليوم، ده عبث. عبس. ده عبث، اكل طبعا ليه؟ يعني بجد ده برضو يعني فاهم؟ ده معناه يعني اللي هو المودريت اماونت اوف بيض اللي انا اكلها، مم. مثلا لو هاكل مثلا 3 بيضات في اليوم او حاجة، ده تمام، او 4 بيضات في طب اليوم. ما في ناس بتقول ان الموضوع ده مش صحيح، قصة ان حلو. البيض بيجيب، او كتره بيجيب كوليسترول. في ناس كتير جدا recently يعني بيقولوا ان الكلام ده مش ده حقيقي، ده حقيقي. ملوش مش اي. شرط خالص البيض يجيب كوليسترول، اه، يعني مش شرط ملوش خالص. علاقة. اه والله،
حد عايز ياكل مثلا، ما هو انت برضو احنا بنتكلم في كميه قد طبيعة ايه. طبيعة الجسم قصدك؟ لا يعني احنا بنتكلم برضو في كميه قد ايه، لان في ناس مثلا ماشيين على كارنيفور دايت ممكن ياكلوا في الوجبه لحد 15 بيضه. فاهم؟ في حاجه كده بالنسبه لي ليها علاقه بالحدس. هل ده طبيعي؟ يعني هل مثلا اكل 15 بيضه ده طبيعي؟ ده لا ده مش طبيعي. اه بس بس 8 بيضات اوكي. ماشي. يعني انا بالنسبه لي بص، عايز تاكل 8 بيضات، كل 8 بيضات تمام، في اليوم ايوه. ماشي. امشي على الموضوع ده شهر، تحليل. اعمل تحاليل، شوف الموضوع تأثيره على جسمك ازاي. زي اوكي. الفل. تمام. بس انا بالنسبه لي البيض سورس جميل، بس محتاجين ننوع السورسز اوف بروتين، لان اكيد كل طبعا. حاجه بتديني حاجه. اكيد طبعا. وسورسز مثلا النباتيه بس انا بتبقى بالنسبة لي سحري البيض. بيض، وانا بالنسبه لي سحري للشعر والجلد وللعضلات ولكل يعني. حاجه. انا لو اه رحت دلوقتي ما عنديش عشاء هعمل بيض، يعني فاهم اه اه. قصدي؟ وسهل يتعمل وكل حاجه it's perfect, it's a perfect source of protein and fats. بس بليميتيشن، وشوف انت جسمك بيرسبوند ازاي. طيب انا عايز اخدك في حتة تانية كده، ليها علاقة بقى بالاطفال، عشان انت اوريدي اتكلمتي فيها، حتة الطفل والاب بيقول له ما تاكلش ومامته الكلام ده. طب قولي لي ازاي نتعامل مع الاطفال في حتة الاكل؟ يعني انا دلوقتي عندي طفل بياكل كتير مم. طبيعته، وكده بيضر نفسه، مم. وباللي انت حكيتيه انا ممكن اقول كلام يبقى زي الرصاص. تمام. اتعامل معاه ازاي؟ يعني انا الطفل اللي هو بيحب الاكل او بيحب ياكل شوكولاته كتير او عنده اضطراب زي ما انت بتقولي كده، اتعامل معاه ازاي كلامي معاه يبقى رقيق وفي نفس الوقت ما يأذوش؟ طيب اول حاجه اتعامل معاه ازاي دي حاجه، واللي انا اقول له كلام سم دي حاجه اصلا it's not an option. لا طبعا فاهم تمام. قصدي؟ يعني انا قصدي الكلام ده بيأثر وبيسيب اثر اكيد. وبيعقد الطفل في حياته. اكيد. طيب محتاجين برضو نعرف ايه السبب. يعني كل الاطفال مثلا بتحب الشوكولاته والشيبس والحاجات دي كلها. مهم. يعني لو جبت الطفل مثلا طبق خضار وجبت له شوكولاته هياكل شوكولاته، يعني most likely. تمام. مهم. بس كمان الاطفال محتاجين البيئة بتاعة البيت تكون كويسة. أنا لو أب وأم بنطلب شاورما آخر الليل وبقول لابني ما ينفعش، أنت محتاج تدخل تنام وتاكل زبادي، إيه ده؟ مم. هو الطفل استحالة هيعمل ده. فالأب والأم نفسهم لازم يكون عندهم، ودي معلش بقى حاجة يعني ليها علاقة بقرارك اللي أنت تنجب أطفال. عايز تنجب أطفال محتاج أنت تكون قد المسؤولية، وتعرف أنت محتاج تكون رول موديل لأطفالك اللي أنت هتنجبهم. اكيد. فده مبدئيا كده يعني. مهم. ده جزء برضو من احساسي اللي هو دي مسؤوليه كبيره يا جماعه. طيب فلو الطفل عنده structure، يعني ايه عنده structure؟ يعني عنده وجبات وعنده مواعيد نوم، عنده ان الاكل مش محروم، يعني انا مش عندي ندره في الاكل او بقول مفيش اكل، ولا برضو available زياده عن اللزوم. يعني من العائلات المصريه عامه تحس ان ايه، في حله كده في المطبخ قاعده معانا، يعني الطفل رايح جاي عليها ليه يا جماعه؟ هو خلاص في ميعاد للغدا احنا بناكل، بنوقف اكل، الاكل بيتعان. حلة المحشي حله المحشي، موجودة. او مثلا حله المكرونه بشاميل، صينيه المكرونه بشاميل دي آه، اللي هو بناكل غدا وبناكل بعد سهلة الغدا بساعه. التقطيع، سهلة بالظبط، التقطيع. كل شويه تاخد سلايس كده داخل خارج على المطبخ. جميلة. جميله. اتس نايس. بس لو طفل عنده مشكله الاتيتيود ده ما ينفعش معاه اوكي. خالص. لازم البيت كله مش للطفل خاصة، لأن حاجة سوري بس هي غبية جدا الأهل ساعات بيعملوها، اللي هم بياكلوا، العيلة كلها بتاكل بنظام ويخلوا الطفل اللي عنده مثلا بياكل زيادة ده عنده نظام مختلف، فالطفل بيحس وحش جدا اللي هو اكسكلودد أصلا. طب يعملوا ايه؟ يعملوا العيلة كلها يبقى عندها ستراكشر. احنا كعيلة بنتجمع على الغدا، بناكل وجبة مغذية، بنوقف أكل، الأكل بيتعان. مم. تمام. مم. وبيبقى في مثلا انا الطفل مثلا لو خلاص اكل، لو عنده المشكله دي لسه جعان، فانا بقول له في ميعاد سناك مثلا كمان ساعتين، استنى ميعاد سناك. مم. في عشاء، فاحنا في مواعيد وجبات. الطفل اصلا لو في مواعيد وجبات مش هيحس طول الوقت باللي انا عايز اكل كل شويه. ايوه. لو الطفل عنده مشكله اللي هو بياكل كتير، فالعيله محتاجه تشوف المشكله دي جايه منين. غالبا الطفل ده لو بياكل كتير من هو صغير
ما عندوش، لا اما الاكل افيلبل زياده عن اللزوم فالطفل اتعود على وجود مم. الاكل على طول، او الطفل ده مش عارف يريجيليت مشاعره، او لما بيجي يعبر عن مشاعره بيقولوا بطل زن، او بطل عياط، او بطل مش عارفه ايه، او الاب والام بيشدوا في شعر بعض في البيت، فالطفل اصلا ده وسيلته الانسحابيه للتعامل مع الحاجات. مم. فنشوف اصل المشكله structure للطفل، ابطل احط الاكل كمكافاه، فانا مش عشان هو نجح في الامتحان اديله شوكولاته، انا لو عايز شوكولاته انا بنبقى متفقين مثلا العيله هتخرج تاكل بره يوم في الاسبوع، تمام، وابدا افهمه لو الطفل في مرحله بتسمع بفهمه يعني ايه اكل مغذي، يعني ايه ده هيعمل ايه في جسمي، الشوكولاته حلوه هناكلها بس يعني مره واحده في الاسبوع، واحده واحده مم. على حق. بس مهم لو الطفل عنده مشكله، مش هقول نهم او اوفر ايتنج، يعني لو عنده مشكله في اكل كتير محتاجين نعرف المشكله جايه منين. اوكي، حلو. رمضان، مم. ايه رأيك في رمضان؟ جميل. الناس في رمضان طبعا انت عارفة الاكل والسفرة والعزومات حلو، ده جميل الفايبس فظيعة. حلو قوي، ده انا بحب رمضان وبحب لمات الاكل في رمضان، حلو. بس اللي بيضايقني الفود بلوجرز بصراحه it's too much يعني. الحلويات بقى والحركات وكده. طيب قولي لي انت طبعا بتقابلي اكيد في الوقت ده عملاء مثلا او ناس عايزه تسالك عايزه اخس في رمضان، عايزه اعمل نظام اكل في رمضان. انت اصلا شايفه ايه العادات الغلط في رمضان اللي احنا بنعملها؟ مم. طريقه اكلنا عامله يعني ايه؟ رايك قولي لي كده، احكي لي. واحكي لي برضو مم. العملاء، يعني مثلا في ناس بيبقوا عايزين دايت، بتمشيهم ازاي على دايت في رمضان؟ مم. ايه الطريق، انا بقى ايه ثانيه واحده، الحاجه؟ انا ما بمشيش اي حد على دايت خالص لعلمك، ماشي، انا بس بقى ماشي، الناس انا بسالك، يس. وبحب اسمع بقى. آه، انت قولي لي يعني بتعملي ايه؟ بص مبدئيا برضو تعالي على النقطه دي، انا لو حد جه قال لي انا عايز دايت ورقه بقى واديني اكل ايه، ما باخدوش، ما فيش مهم. كلاينت بيجي يقول لي ده الجولز بتاعتنا، مش ده اللي انا بعمله خالص، فانا بشتغل معاك ان انت تعرف ايه المناسب ليك، ده اللي انا اوكي. بعمله. بس في رمضان بس رمضان برضو الموضوع ايه مختلف شويه عن اه الايام العاديه، اه فاهمه قصدي؟ يعني بيبقى definitely في structure، يعني مم. بنحط انا والعميل مثلا او العميله، يلا ممكن ناكل ايه على حسب هو بيحب ايه، على حسب ايه المناسب ليه، على حالته، يعني لو انا اشتغلت معاه قبل كده. بس اوكي. رمضان اصلا ما عادش رمضان، يعني هو الفكره كلها من الصيام، مش صيام لا. اللي هو اصلا الناس بتصوم عشان ايه، تديتوكس جسمها وروحها. عشان يعني مش عارف. فانا لو هديتوكس جسمي وروحي الصبح وبعد كده هضرب كنافه طرو مش عارفه ايه يعني انت بالمهلبيات قصة الاضطراب اللي انت حكيتيها دي هي موجودة بقى في رمضان. ده يعني هي بالظبط. الاكستريم، الناس كده فاهم؟ كده بتوفر ايت، يعني الناس في رمضان بتوفر ايت جدا. ده بجد. طب بجد بص للنقطة اللي انت قلتها حلوة على فكرة، يعني اوكي. ده مثال it's very smart، لأن في رمضان الناس ليه بتاكل كتير كده؟ عشان هي عارفة تتحرم تاني يوم مش أكتر. امم. هقول لك على حاجة، في حاجة interesting اسمها psychological reactance، يعني إيه؟ يعني الإحساس إن شخص بيحس بيه أول ما حريته يتم حجبها، ايوه. يعني لو قلت لك مثلا يا جو دلوقتي اوعى تلمس الكنبة دي، انت مش هتفكر في اي حاجه، ولا البودكاست اللي بنعمله ولا اي حاجه، هتفكر ليه لا انا عايزه المسها، طب ايه اللي هيحصل لي لو لمستها، طب هل هتكهرب، طب فاهم قصدي؟ هتبقى خلاص اوبسيست بالكنبه، انت نسيت كل حاجه دلوقتي، انت حسيت ان انا في اوبشن دلوقتي، انت اتس ليميتد، فانت امم. نسيت كل الاوبشنز اللي عندك في حياتك وبقت الكنبه هي محور التفكير، فاهم قصدي؟ ايوه. ده اللي بيحصل لما اقول لشخص انت مش هتاكل حاجه دلوقتي، اوكي. بجد الشخص ده او مش هتعمل حاجه دلوقتي بيبقى اوبسيست بالحاجه. اوكي. فكمان في رمضان جزء من الموضوع اللي انا عارف ان انا من الساعه 5 هتلاقي الناس قاعده بقى بتشرب ازايز وبتاكل في زبادي وبتاكل في حاجات وبتاع، لان انا عارفه ان انا مش هاكل تاني يوم، ده دايت على صغير، فاهم؟ وطبعا بيتحول الموضوع اللي انا بيفقد الشيء بتاعه، لان هو جسمنا عشان يديتوكس وروحنا عشان امم. تديتوكس لازم بطننا ما تبقاش مليانه، لان نص طاقه جسمنا او اكتر بتضيع في الهضم. جسمنا اصلا فتره الصيام الناس بتقضيها نايمه لانها بتهضم لسه من الاكل اللي اكلته امبارح، ما فيش اي ديتوكس بيحصل ولا اي روحانيات بتحصل لان جسمنا مشغول بيهضم اللي انا صح. اكلته امبارح. صح، عندك حق جدا. مم. صح. هو الاكل ليه علاقة بالروحانيات؟ اه طبعا. صح. يعني اقول لك على حاجه، انا لما كنت باكل لحمه آه I can feel it، مش عارفه طبعا اوصف لك ده ازاي، بس انا اما باكل لحمه دلوقتي which is rarely، يعني لو اكلت برجر مثلا كل سنه ولا حاجه
بحس ان في حاجه في جسمي. I feel there's a living being. ممكن برضو it could be a psychological حاجه، بس بحس ان انا تقل جسمي واحساس جسمي والطاقه بتاعت جسمي اتغيرت. يعني طاقه انت كده كده بتاكل كائن حي مطبوخ طبعا ومعمول بالتوابل ومحطوط في فرن، بس انت في الاخر طبعا ده مش بيحصل لكل الاشخاص، بس انا بالنسبه لي اكل اللحوم كتير اولا بتخلي الشخص اجريسيف، لان دي طاقه حيوان داخله جسمك، انت مش عارف الحيوان ده انت اتربى. ده وجهه نظري الشخصيه، ده انا مش ببروموت خالص انا في معاك الفيديوهات قوي ده. انت بتقولي بس انت اكل حيوان، فانت اكل living being. زي ما بتقابل شخص فانت كده كده بتمتص من طاقته. الشخص ده لايت ولطيف فانت بتحس كده energetic، لو الشخص ده تقيل وبستيف وبتاع بتحس بنفس الطريقه. دي حاجه داخله جسمك. تاني حاجه لو انا باوفر ايت، حرفيا طاقه جسمي، احنا عندنا مش بس الفيزيكال بودي، احنا عندنا energetic body. يعني انا لو قربت منك من غير ما المسك هي تحس بيا. المعدة برضو ليها علاقة طبعا. بمخ. يا فالجسم بيتقل لو انا باكل مم. كتير، الجسم بيتقل لو انا باكل اكل كله جانك او حاجات من بره، الجسم بيتقل. دي لما حقيقة. الجسم بيتقل الاحتياجات الفيزيكال بتبقى حاضره قوي، مهم. فروحانياتك او قدرتك على ان انت تكونكت ما تبقاش موجوده. زي كان حد قال لي كلمه جميله قوي، اللي انت ما تقدريش تبقي متصله روحانيا وانت عايزه تعملي بي بي. بجد لو انت عندك احتياج بيولوجي قوي او في جسمك حاسس بحاجه، احتياجاتك الجسديه، احنا بني ادمين احنا مش ملايكه، فاهم؟ مم. فاحتياجاتك الجسديه بتبقى حاضره قوي لدرجه انت مش هتعرف تبقى spiritual في بص الوقت ده. انا يعني انت بتقوليه ده مش مستغرب منه، امم. عشان انا يعني اللي انا برضو اعرفه تسمع عن الخلوة. امم. يعني مثلا الخلوة دي حاجة روحانية. انت تبقي في مكان معاكي مية بس ممكن بلح، تقعدي 30 يوم او 40 يوم مش فاكر، فالمعدة امم. تبقى فاضية والروحانيات بتبقى عالية. برضو اعتقد سيدنا موسى لما كلم ربنا، يعني دي حاجة فيها روحانيات امم. جامدة جدا، برضو كان بياكل حاجات خفيفة قوي، يس. ممكن بلح حاجة كده. فأنا فعلا أعتقد إن المعدة ليها علاقة آه، بالروحانيات. اه طبعا. وحتى في رمضان، يعني حتى في رمضان إن احنا المفروض ناكل ما ناكلش كتير المفروض. وروحانيات تبقى عالية، بس احنا بس المواضيع عندنا غريبة شوية. طيب في بقى معتقدات ممكن تبقى غلط، انا عايز اسمعها منك. يعني مثلا في حد يقول لك باشا اقطع سكر، عايز تخس اقطع سكر خالص، اوعى تاكل بالليل، اوعى اقطع دهون خالص، اوعى ابعد عن الدهون مم. عشان دي هتخليك في البتنجان. في حاجات كتير، يعني انا بسمع حاجات كتير. انت اكتر حاجات بالنسبه لك خرافات، هنقول عليها خرافات مثلا في حته الدايت ايه؟ فكرتيني كان عندي كلاينت الاسبوع اللي فات بتقول لي انا بعرف طبعا الدايت هيستوري بتاعهم، ايه الدايتس اللي هم عملوها. والله ده مهم. كان اغرب دايت. بتقول لي دايت اسمه دايت الجيوب الانفيه. اوكي. فبقول لها يعني ايه ده؟ قالت لي ان الدكتور قال لها ان معدتك زي الجيوب الانفيه، كل ما هتتملي بتفرقع او حاجه كده. بس ففي طبعا دايتس مضحكه جدا. في دايت مثلا اسمه دايت اللقيمات، اللي انت كل شويه تقعد تاكل لقيمات في بقك. في ايه يا جماعه؟ في حاجات كتير. في برضو زي ما بقول لك اللي هو رو ميت دايت، انا باكل لحمه نيه بقى. اللي هو تشوف اكتب ده على انستجرام، شوف هاشتاج بجد ايوه حاجات ايوه مكتوب شفت. فيها حته كده لحمه آه. في ايه. ففي عصر حاجات. حجري. اه آه. احنا we are not cavemen، واحنا مش احنا خلاص civilized عن ده. ف في بقى برضو على حسب يعني انا الجيل بتاعي كان في حاجه اسمها الرجيم الكيميائي، ده اللي انت بتقعد مثلا تقعد معلش الكلاينت قالت لك ايه؟ الكلاينت قالت لي ان دايت، عملت دايت قبل كده اسمه دايت الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه. بجد الدكتور كان بيقول لها ان معدتك دي زي الجيوب الانفيه، لو اتملت جامد اه. هتفرقع، والاكل اللي في المعده هيروح الدم، حاجه كده يعني. حاجه كده هبده الهبده. فانا قصدي بسمع برضو حاجات كتير قوي. في ناس كانت في دايت الشوكولاته، في ناس كانت ممنوع منها الكاربس، في ناس كان الدكتور بيديها مثلا كلاينت عندي يوم كارب يوم بروتين، بيقول لها عشان نخض الجسم، يوم هتاكلي كارب فالجسم يهضم الكاربس، مم. حاجات مش بس ملهاش اساس علمي، حاجات مضحكه يعني. ففي حاجات كتير طبعا عشان، بس طبعا في دايتس مشهوره اه. intermittent fasting كل الكلام ده. بس
نفسي الناس بجد تشوف تأثير ده ايه على جسمها. يعني مم. تبدأ تسمع، والله انا بيحصل لي cravings، انا بتعب، انا بجوع، انا مش عارفة اكمل، انا depressed طول الوقت من الدايت اللي انا عاملاه، يبقى it's not fitting me. ايوه آه. صح. ازاي مم. اعمل اعادة برمجة للاكل مم. يعني بطريقة صحية مم. ازاي؟ يعني ازاي اخلي جسمي تاني يتعامل مع الاكل بطريقة مختلفة. بطريقة آه. طيب انا محتاجة الاول حقيقي ابعد كده عن يعني اكتب كل القواعد اللي انا اصلا الخارجيه اللي انا ماشيه عليها. مم. الاكل بعد الساعه 8 بيموت، الاكل الصبح بيتخن، الاكل بالليل بيعمل ايه، لازم ما اكلش عيش كل الحاجات دي اكتبها عشان اعرف ان دي مش طالعه من جسمي، دي طالعه من حاجه بره. تاني اوكي. حاجه ابدا I would say a journal، يعني اقعد كده كل يوم اكتب الاكل اللي انا اكلته النهارده، ومزاجي ايه ومشاعري ايه والجوع والشبع ايه. ده طول الوقت بنصح بيه الكلاينتس. يعني مثلا انا اكلت النهارده اكلت شيبسي وبيتزا ومش عارفه ايه، وبالليل جيت كنت متعصبه جدا وجعانه جدا، مهم. فخلاص انا عرفت لو انا باكل بالطريقه دي طول اليوم ده هيأثر على مزاجي، وده هيخليني جعانه اكتر، فانا الوجبات بتاعتي محتاجه اضيف لها بروتين يبقى فيه هيلثي فاتس مثلا. اوكي. فواحده واحده اما بجرب وجسمي وببدأ ريفلكت. ما هو انت طول الوقت لو انت قاعد تقول لي كلي ده واعملي ده واعملي ده واعملي ده، انا مش هبقى عارفه انا عايزه ايه، لان انت مهم. طول الوقت بتديني اوامر. فانا محتاجه كده ابعد عنك، تمام، واقعد كده مع نفسي واقول طب ثانيه انا حاسه ايه، انا عايزه ايه. ده مش هيحصل غير لو انا بعدت قلت لك شش. فاحنا محتاجين نقول للدايت كلتشر كده شش. ايوه. then we can reflect. اقعد كده مع نفسي واشوف الاكل اللي اكلته في اليوم ده حسسني بايه، جوعني ولا شبعني، كان عندي cravings قد ايه، كان عندي نهم او اوفر ايتنج ولا لا، كنت خايفه من الاكل ولا لا. وطبعا ان انت طبعا محتاج لو عندك مشكله حقيقيه مع الاكل تروح لثيرابيست او يعني او نيوتريشنست طبعا. لازم لا لازم، لازم يعني. انا تعافيت لوحدي، بس انا اما تعافيت ما كانش في حد اصلا بيتكلم عن طريقه الاكل، ما كنتش اصلا عارفه اروح لمين، ورحت لحد قال لي يعني كانت تجربه سيئه جدا، قال لي انت عمرك ما هتخفي بقى لك 15 سنه واتس كرونيك، وحسيت اللي هو طب في ايه. فما كانش لسه في الوعي ده، بس دلوقتي فيه. فمحتاج حد عنده اضطراب اكل لازم يروح لمتخصص. اوكي. طيب انت الكلاينتس بتوعك بتديهم supplements او على vitamins؟ حسب ساعات يعني انت مع اه المدرسة دي؟ مش انا طبعا اول حاجه ان انا باخد الحاجات دي من الخضار والفاكهه، انا ما باخدش اي supplements مثلا. باخد الحاجات من اكلي، يعني انا باكل اكل متنوع، تمام، امم. فانا ما باخدش supplements غير لو انا بقى يعني في مرحله مثلا شعري كان بيقع فبدات اخد مالتي فيتامين لو حاجات في كده. عندك لو نقص في يعني عندي في نقص في حاجه حاجة. اوكي، مش عارفة تعوضيها بالاكل يعني. بالظبط. اوكي. وخاصه ان الاكل برضو ساعات صعب قوي لان احنا مش بناكل اورجانيك، يعني فاهم، فاحنا ايوه. الحاجات اللي في اكلنا طبعا ضعيفه. ضعيفة. فعادة أنا ساعات في حالات معينة بارجح إن الناس تاخد مالتي فيتامين، ستيل أنا بارجح إن الناس تاخد مالتي فيتامين عشان ده تمام، يعني عمره ما هيضر. امم. وفيتامين دي لأن معظم الناس عندها deficiency. بالظبط. بس لو حد عنده deficiency في حاجة، عنده مثلا iron deficiency، عنده deficiency magnesium حاجة كده، محتاج ياخد supplements، امم. لأن لو في deficiency يبقى صعب إن احنا نعوضها بالأكل. صح. مم. صح. طيب لو انا بره البيت اوقات كتير، مم. ايه الاكل اللي ممكن اكله بره؟ سؤال جميل، على حسب برضو انت فين. يعني انا لما ببقى بره في الصيف دلوقتي بروح اطلب سالاد محترمه في اي مكان، فاهم، اوكي. سلطه مثلا فيها بينز وفريك او حاجات او بطاطا او بطاطس، سلطه كده محترمه تشبعني. او البولز اللي هي عارف البولز اللي بتجيبها من اي مطعم، اللي هي فيها مثلا رز وفراخ ايوه ايوه ايوه. وصوص عليها اوكي. وكده، البولز دي جميله. والله نفسك تروح تاكل بيتزا، روح اهلا وسهلا، يعني مرة قصدي كده يعني عادي، ما فاهم. اعقدش نفسي يعني. اه اه. بس انا طول الوقت بقول ان لو حد مش بيعرف يطبخ او مش بيطبخ صعب اللي هو يهتم بصحته، امم. لان احنا يعني غصب عنك هتلاقي نفسك طول الوقت بتاكل من بره. فعشان كارثة. اه ده مش مطلوب، لان كمان الاكل اللي انت تطبخ اكلك لنفسك ده جزء من الايتنج بروسيس، ده جزء من اللي انا بستمتع بالاكل مم. وبطبخه وببقى عندي تلامس مع الانجريدينتس مم. وهي رو لسه. فطول الوقت بشجع الناس اللي هم تطبخ. اوكي. سهيلة عايز اعرف برضو حاجة، ايه رأيك في العصير؟ انت بتسألني عن حاجات عايز تاكلها بكره صح؟ لا، طيب. بس انا يعني عندي كده او برضو مؤخرا مم.
بقالي فترة يعني على الموضوع، حتة فكرة العصير، ان العصير ده بالنسبة لي مش احسن حاجة. اه. يعني مثلا لو، يعني هو برضو باللوجيك كده، هو مش طبيعي ان انا اخد كمية برتقان كتيرة قوي في كوباية قد كده، انا واخد بس منها العصير اللي هو السكر، فانا بشرب كمية سكر كبيرة جدا، والالياف اللي هي المفروض انا دي تخش معدتي اتغذى بيها، هي اصلا هو رماها في الزبالة. ودي موجودة في تقريبا في معظم العصاير، فاهمة؟ فانا بقى اللي بسألك عايز اعرف. انا متفقه جدا معاك، يعني مش هقدر اقول حاجه تانية، انا متفقة. متفقه جدا. انا طبعا عادي اللي انت تشرب عصير لو انت عايز تشرب عصير، مم. خاصه في الحر ده، لو انت ماشي يعني you're grabbing. دايما اجاباتك بحس اللي هي ايه، بتبقى الباك جراوند بتاع عشان الاضطراب، لا ما حتى لا، احرمش نفسي. ما ينفعش حد يحرم نفسه. يعني انا لو قلت لك ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه، او احنا عايشين فين؟ يعني ما ينفعش اقول لك اوعى تشرب عصير. لا طبعا، هيجي لك وقت وهتبقى عايز تشرب عصير. اوكي يعني فاهم. انا بس انا طول الوقت الاكل بقى، والله الناس عقدت قوي الاكل. اتس اوكي يعني العادي اللي انت تاكل فاكهه صحيحه. لو انت عايز تشرب عصير اهلا وسهلا، اشرب الف صحه، فاهم يعني اتس اوكي. فبس طبعا الافضل انت تاخد الفاكهه صحيحه عشان يبقى فيها نسبه الالياف وكل الحاجات. اوكي. علشان احنا ربنا خلقنا بسنان، مش احنا عشان نمضغ الاكل دي امم. كلها الايتنج بروسيس دي كلها. امم. يعني اما بناخد الحاجه على طول جاهزه، مش زي ما بنمضغها ونتعامل مش زي ما اكل منجيه مثلا بالالياف بتاعتها وبشيل البذره. ايوه. التلامس ده ايوه ايوه. ده جزء من عمليه الاكل، ده بينهانس البليجر بتاعتنا حوالين الاكل. مظبوط. مم. طيب انا مش عارف انت هتقدري ترد عليا في السؤال ده ولا لا. مم. لو اوكي تمام، مش اوكي مفيش مشكلة، انا ما عنديش اي مشاكل. عايزك لو كان في تجربة عدت عليكي مع كلاينت مثلا كان مم. عنده مشكلة، زي مثلا نهم أو تراب، أو جالك بمشكلة كبيرة واتحلت، ممكن تحكي لي مثلا ايه اللي حصل، مم. ولا ده هيبقى صعب؟ لا عادي، ما هم كل الكلاينتس بتوع كده اصلا. طيب خلاص يعني اوكي. يعني يعني انا عايز يعني ستوري واحدة، عايز اعرف ايه اللي بيحصل يعني. حد جالك بمشكلة اتعاملتي معاه ازاي، وكان ايه وبقى ايه؟ طيب هقول لك في قصه. كان في حد يعني جاي لي، كانت بتعمل دايتس طول حياتها، من وهي صغيرة، وهي في مجتمع الناس كلها بيهتموا قوي بمنظرهم والجمال والعملية أيوة. التجميل وكل الكلام ده. و ومامتها برضو كانت طول الوقت بتنهانس الفكرة دي، لو انت دخلتي كيلو ما ينفعش تخني كيلو، ما ينفعش تخني كيلو. مم. فهي مامتها كانت احنا بنسميها المون مام، اللي هو ماما بتقولي ما تاكلش كذا وما بتاكلش كاربس والكلام ده. بس فهي كان عندها طبعا شراهة، وبدأت عشان الشراهة دي اقتنعت اللي هي تحل المشكلة بالأوزمبيك. الكلام ده من حبة، من قبل ما المونجارو كمان يطلع قوي كده. اوكي. فبدأت تاخد أوزمبيك فتعبت جدا، وبدأت توقف أوزمبيك فيحصل لها شراهة فتبانك فترجع للأوزمبيك فيحصل لها نهم تاني فتاخد أوزمبيك يعني. دخلت السايكل دي، وكانت السيركل اللي حواليها كلها بتاخد اوزمبيك. was insane. مهم. حتى كانت بتفكر تدي لابنها الصغير اوزمبيك، لان ابنها من كتر طريقه اكلها دي هو كمان اتاثر بيها. مم. طيب احنا اشتغلنا مع بعض بقالنا سنه، فهي دلوقتي آه، يعني لو شفت اكلها مثلا هتلاقيها بتفطر ايام بيض وعيش وجبنه، ايام ساندوتش مثلا حلومي بالبيستو، ايام مش عارفه ايه، ايام ما بتفطرش لان هي بتكون نازله مستعجله اند اتس اوكي. والغدا بيكون برضو وجبه بتكون اخدها مثلا مع الشغل، العشاء بتكون وجبه العيله كلها قاعده متجمعه حواليها. وساعات ستيل بيحصل لها اوفر ايتنج كاي بني ادم طبيعي، كلنا بن اوفر ايت سام تايمز. الفترة قصدك كلنا يعني؟ لا يعني لوجبه يعني، مين وجبة. ما بيبقاش قدامه حاجه بيحبها ويتطفس، كلنا عادي. بنتطفس فاهم. ف عادي. this is happening sometimes. مم. طبعا علاقتها الزوجيه بقت مختلفه تماما، ثقتها بنفسها بقت مختلفه تماما. مهم. عايزه تتطلق يعني. طبعا طبعا ده بيبقى باي برودكت، والله انا ما بقاش قصداه، بس عاده الناس لما آه، بيثقوا في نفسهم وبيمروا بهيلينج جيرني، واسف ساعات عليك. ساعات ده بيحصل كباي برودكت، فاهم. بتحس ان انا I settled for less، فاهم، عارف مم. الاحساس ده اما انت مم. بتشتغل على نفسك وبتحس اللي هو ايه اللي انا كنت فيه ده.
فده ساعات بيحصل كباي برودكت ان الشخص يشتغل على نفسه وجسمه وعلاقته وصحته النفسيه عامه. مهم. بس دلوقتي علاقتها بالاكل كويسه جدا جدا، فهي بتاكل حتى يعني لو جيت شفت اكلها 80% من الاكل بعد سنه شغل هول فودز، يعني بتاكل اكل حقيقي، ولو نفسها في حته شوكولاته هتاكلها، وده مش هيجر مم. 10 شوكولاتات بعدها، هتاكلها وخلاص. يعني هي من دلوقتي نفسيا هي مظبوطة، يا يعني احسن. طبعا احسن بكتير. اوكي. طب السوشيال ميديا كارثه. كارثة. انا مش عارف اقول ايه. انا اصلا كل السوشيال ميديا بالنسبة لي بشوف كلام كتير قوي في الهاكس خالص، والناس بتروح وراه. يعني حد دخل على انستجرام عمل فولو لواحد، نظام بقى امشي مع الدايت الايه، وامشي قيس كل حاجة، والرز بكذا، واللحمة تحطها في الميزان. هو انا اصلا ازاي اصلا هعمل الموضوع ده؟ في ناس بتعمل كده، بتسافر بجد بميزان طول الوقت. وانا ماشي، انا بقى هقعد بقى اقيس كل حاجة حتى خطوتي. ما انا مش هو موضوع ارقام تراكنج. ارقام. طيب ماشي، انا حرقت قد ايه بقى وانا ماشي، وانا ما نطيت مش عارف. ما ينفعش. فانت ايه رأيك في قصة السوشيال ميديا؟ هل هي عملت وعي عند الناس، ولا زودت مثلا من الخرافات زي ما احنا كنا بنقول؟ الاثنين بصراحه، يعني هي بتزود من الخرافات من ناحيه وبتعمل وعي من الناحيه امم التانيه، فاتس اوكي يعني. طول الوقت هي سلاح ذو ذو حدين. حدين. اه طبعا السوشيال ميديا خدت الناس، خلت فيها هبد اكتر يطلع عن لازم تاكل ايه، ويطلع لك حد مثلا بص انا خسيت 40 كيلو، تعالى اقول لك انا خسيتهم ازاي، يلا ما ناكلش خالص ونعسف نفسنا. ف وان اي حد مثلا خس او عمل تجربه، فده معناه ان الشخص ده بيطلع يقول كانه بروفيشنال، كانه بيدي نصايح. لا طبعا، امم كون ان انت عملت حاجه اند الحاجه دي ناسبتك، مش معناها ان هي تناسب باقي الناس وان انت تطلع تبروموت الحاجه دي. آمم، ف وإلى إلى الجانب ما أنا باشتغل على السوشيال ميديا، فإلى الجانب هي برضه خلّت الناس تبقى more aware، يعني إيه أسمع لجسمي، يعني إيه اضطرابات أكل، يعني إيه امم نَهَم، يعني إيه. لإن الناس بتعيش مثلًا، حد عنده اضطراب أكل بيعيش بshame، يعني طول الوقت حاسس إن أنا دي غلطتي، إيه القرف اللي أنا باعمله ده. فبدأ يبقى في وعي ده، فده شيء كويس جدًا. بس لو حد بيشتغل على علاقته مع الأكل، طول الوقت بانصحهم في كده fitness models، والناس بقى اللي بتطلع بapps بتطلع تقول لك انا في كده ترند على تيك توك انا بكرهه، بتاع. اسمه سكيني توك. ده شويه ستات كانت تخينه وخست، تمام، وطالعين هم بقى مش خسوا بقى، خسوا عادي، خسوا بقوا يعني like levels models بقى، يعني ليفل كده من الخسسان بقى، واللي اوكي. هم ف وبيطلعوا بقى بشويه كوتس بقت كده تويند فايرال، اللي هو ما امم تاكليش انت مش سلة زبالة، ما تعمليش انت مش عارفة ايه، وبيبروموت يعني الترند ده. بيعصبني جدا سكيني توك ده، ايوه. بيعصبني جدا، لان احنا خلاص احنا دلوقتي بنتكلم على ازاي نتعامل مع جسمنا بجنتلنس وكايندنس وبتاع، ده بيبروموت حاجة تانية خالص. اوكي. طب ايه اكتر حاجة الناس فاهمها غلط عن شغلك؟ أم، لو ما فيش خلاص اوكي عادي. لا لا مش لازم طبعا، يبقى لا فيه. لا لا طبعا فيه. طبعا في ناس بتجيلي بتقول لي، وده دلوقتي نادرا ما عاد بيحصل، بس في ناس بتيجي تقول لي انا عايزه دايت، انا عايزه اخس، انا عايزه اخس بسرعه. اه. بقول لها السلام عليكم، انا مش انا الشخص المناسب، انا مش بعمل ده خالص. بس كمان في ناس بتيجي تقول لي انا عندي انا عندي اضطراب اكل، وما بيكونش عندهم اضطراب اكل كتير، بييجوا يقولوا لي كده. امم بيبقوا مثلا بياكلوا اكل عاطفي، فهم امم بيقولوا على نفسهم مش اي حد عنده مشكله مع الاكل يبقى عنده اضطراب اكل. اوكي. فاهم قصدي؟ في ناس بتيجي بس عادة ما فيش قوي حد، يعني عادة الكلاينتس اللي بيجوا لي بيبقوا هم اللي عايزين ده، لان عشان حد يوصل لي برضه، اصل انا مش بعمل بس نيوتريشن عادي. امم عشان حد يوصل لي this is nutrition therapy، فعشان حد يوصل لي لازم يكون فاهم المشكلة وعنده على الأقل وعي اللي هو عنده مشكلة. اوكي. اوكي. طيب انا يعني دخلت على انستجرام عندك وشفت كذا حاجة. شفت انت عاملة كتاب، امم ممكن تحكي لي عنه شوية؟ يس. طيب الكتاب ده علشان انا جالي فكرة الكتاب تقريبا من سنتين. انا كنت عايزة، بص انا عندي كلاينتس خلاص بيطلعوا من عندي، يعني خلاص بيبقوا افضل وبيمشوا، يعني مش هقعد اشتغل معاهم طول الحياه. فكنت بفكر ان انا عايزه اعمل حاجه ريفرنس ليهم عشان تبقى معاهم، مجمعه كل الحاجات اللي قلناها في السيشنز ومجمعه كذا. بس بعد كده الفكره بقى قعدت تتطور تتطور، وبعد كده قررت ان انا اعمل اي بوك، كتاب الكتروني عشان يكون اكسسبل لكل الناس.
في بيحكي على رحلتي مع اضطرابات الأكل لمدة 15 سنة، علشان لما حد يقرا ده يحس اللي هو ايه ده، في شخص عانى زيي وهي في مكان أحسن دلوقتي. مش بس بيحكي عن اسمه قصتي. ايه الكتاب؟ اسمه أنا مين، هو ام اي. الكتاب اتكتب بالإنجليزي وأنا ترجمته عربي. ده فين اجيبه منين؟ هتلاقيه على الموقع بتاعي أو على أمازون. امازون، اه اه، اوكي. بس امازون كي تي بي. ما انا برضو بعد ما نشرته على امازون كي تي بي اكتشفت ان احنا ما عندناش امازون كندل في مصر. ممنوع. فهو اوكي. موجود في الدول العربيه هتلاقيه، بس هتلاقيه من على الموقع عندي، هتلاقيه بالعربي اوكي. بالانجليزي. كتبته بالانجليزي في الاول وترجمته بمساعده حد يعني. اسمه انا مين من غير اضطراب الاكل، علشان هو بيحكي على ان اضطراب الاكل كمان بيتحول لهويه. يعني انت بعد ما بتتعافى تبدا تتساءل، هو انا مين؟ هو انا الشخص الانطوائي، ولا انا كنت انطوائيه لان انا بخاف من الاكل والتجمعات اللي فيها اكل؟ هل انا شخص منفتح قوي، ولا كنت منفتحه وبقابل الناس علشان انا خايفه اقعد لوحدي؟ مهم. آه، فانت بتتعامل ان انا بشبع يعني ايه جوع، يعني ايه شبع، يعني ايه اي حاجه. فالكتاب منشور دلوقتي و it's nice. I got really nice feedback على مهم. الكتاب. وهدفه ان الناس، ان لو حد قرا الكتاب ما يحسش اللي هو لوحده، يحس اللي هو في حاجة اسمها كده. يعني في حاجة اسمها اضطراب أكل. أنا مش شخص مجنون بيجي لي نهم وعندي فقدان الإرادة. أنا عندي مشكلة. ويعني إيه المشكلة دي؟ وده إزاي حد كان عنده المشكلة دي وكان بيسرفايف؟ وده معناه إيه؟ وكل طبعا التولز إزاي تريكفر من النهم في 1 2 3. يعني الكتاب كمان سيلف حلو. هيلب بوك. حلو. بس انت دلوقتي المشكلة دي خلاص انت بقيتي تعبت تمام 8 سنين الحمد لله و بيرفكت. من 8 سنين. اه، امم. طب فأنا قعدت almost من وأنا عندي 11 سنة لحد 25. يعني هي ظهرت عندك وانت عندك 11 سنة؟ اوكي. طب يعني، طب انا هسألك كده مثلا، اقول لك ايه اكتر اكلة ما تقدريش تستغني عنها؟ الحاجة فعلًا أنا باكلها كل يوم وما اقدرش استغنى عنها، وباحس وحِش لو هي مش موجودة في بيتي. كسكس. لأ، الpeanut butter. اوه. لازم، لازم كل يوم من سنين. فدي حاجة باحبها أوي، لأن هي لأن أنا طول الوقت ما باكلش حاجات حلوة كتير. فالحاجات الحلوة بتاعتي بتبقى مثلًا توست أو rice cake وpeanut butter اوكي. وعسل وتفاح، ده ما كل يوم. تقدريش تستغني عنها. إمم. طب ايه اكتر اكلة شعبية صحية الناس ما تعرفش ان هي صحية قوي او فيها غذاء؟ والله الأكل المصري بتاعنا تحفة، اللي هو رز وخضار وفراخ امم. بس. رز وخضار وفراخ. اللي هو الناس بتسميه رز وطبيخ وفراخ، أو مثلًا حاجة زي البصارة. البصارة. البصارة جميلة جدًا. طب وجبتك المفضلة في الفطار؟ بيض. بيض. بيرفكت. انا برضو بقى بيض، تصدقي؟ وما بص انا مش شوفان تيم خالص. انا الشوفان ده بالنسبه لي هزار. يعني انا ما باكل الشوفان. اولا بطني بتوجعني مش عارفه ليه، بس انا ما بحبوش. اوكي. ما بيبسطنيش، ما بيشبعنيش. اوكي. طب انت بتشربي ايه على الصبح؟ فقهوه. قهوه بلبن. يعني تركي؟ لا لا، قهوه امريكانو. امريكانو. مم. طيب انا اتبسطت قوي بالحديث معاك بجد والله. استمتعت بيه جدا. كلامك جديد عليا زي ما قلت لك في اول الحلقة. وانا بحب جدا اخد انفو جديدة، خاصة يعني ليها علاقة بالنيوتريشن. فانا مبسوط جدا وطولت عليكي معلش بس اوكي، برضو. شكرا يا يوسف والله. it was really nice. it was really nice ها. Yeah. بس عايز منك، يعني عايزك تقولي نصيحة عشان نقفل الحلقة بالنصيحة دي. نصيحة للناس بخصوص الأكل. ما تسمعوش يا جماعه من حد، ما تسمعوش من نيوتريشنست، ما تسمعوش من دايتيشنز، ما تسمعوش مني. اسمعوا لجسمكم، وده هيحتاج وقت ان انتوا تعرفوا جسمكم بيقول ايه. تمام. ده نصيحة فعلا جميلة جدا. أنا نفسي على فكرة هجرب الموضوع ده عشان أنا برضو عندي مشاكل في الأكل بصراحة. ماشي. فهنجرب وبقول لك. سوبر. أوكي، شرفتيني ومبسوط جدا بالحلقة دي، وأتمنى إن احنا نعمل حلقة في وقت قريب تاني إن يس. شاء الله. بيرفكت. أوكي. سوبر. باي.